يا مساء الفل. زيكم، يا رب تكونوا بخير. سبيس متأخر، سببه القلق وسببه التوتر، زي ما برضو كل الموجودين دلوقتي غالبا برضو سهرانين وموجودين عشان القلق وعشان التوتر. التوتر بيجي من غير لازمة ده وبيجي من غير أسباب، واللي ما بنبقاش فاهمين سببه واللي ما بنبقاش فاهمين يخلص ازاي، وهو سبحان الله يعني بيجي لوحده وبيمشي برضو لوحده. ف جات لي فكرة، طب ليه ما نعملش سبيس نتكلم فيه عن وجهة نظركم عن الوسيلة اللي بتلجأ لها عشان تهرب من قلقك المفرط. يمكن حد فيكم يكون عنده حل، يمكن حد فيكم ينور طريقنا لحاجة. يعني في الآخر كلنا بنعلم بعض وكلنا بنتعلم مع بعض، وأنا مؤمن تماما إن كل واحد فينا عنده مدرسته الخاصة وعنده الكتالوج الخاص بتاعه وعنده الوصفة السحرية بتاعته اللي جايز ما تنفعش مع غيره، بس برضه جايز تنفع مع غيره. يعني زي ما هي ممكن ما تنفعش مع الكل، هي ممكن تنفع مع البعض. فخلونا نتكلم، خلونا نسمع. و... و... وبالمناسبة حتى ممكن انت تكون عندك طريقة عشان تهرب بيها من القلق فتعرفها لغيرك. ممكن هي ما تكونش بتجيب معاك انت نتيجة، بس كنت بتجربها وبعد كده خلاص ما بقاش ليها تأثير. وممكن العكس، ممكن تدخل تقول لا انا لغاية دلوقتي ما بعرفش اهرب من القلق بتاعي. فخلونا نشوف وخلونا نسمع وخلونا نستفاد من بعض، وخلونا ناخد مداخلاتكم. عشان كده ولا كده احنا النهارده مش هنطول عشان احنا بادئين اصلا متاخر، فخلونا نجري على قد ما نقدر. يلا بينا. منا. ايوه. يا منا. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله والله. اتفضلي. الطريقه اللي بهرب بيها من قلقي ان انا مثلا الصراحه بدات اتابع كوره. انا بحب الكوره قوي، يعني لما في بنات كتير بدأوا يحبوا الكوره، مش فاهم ايه السبب يعني. لا ما اعرفش كده. يعني انا اول حاجه ما كنتش بفهم في الكوره خالص. ثانيه واحده. اول حاجه ما كنتش بفهم في الكوره خالص، بعد كده بابا بدا يشرح كده فحسيت انه لا، مسلي فعلا الموضوع. مم. بس يعني هي متابعه الكوره متابعه الكوره ايه؟ بتخرجك من القلق، بتخليكي تهربي من القلق. يعني مثلا لو انا مثلا في ضغط مذاكرة او ضغط اي حاجة، مثلا باخد مثلا بريك، اشوف مثلا ماتش شغال مثلا في الدوري الانجليزي، اي حاجة بقعد اتفرج عليه. بس خديها بقى نصيحه من واحد كوير قديم. تمام. الكوره اكتر حاجه بتوتر الاعصاب لما هي تشجعي فرقه بتوتر، بتجيب يعني جول. بتوتر، بس يعني توتر نوع مختلف يعني. وبتبقى توتر لطيف. وبتبقى حلوة قوي عامة لما الفريق اللي انت بتشجعه يكسب. اه بس تمام تمام يا منى. ماشي يا منى، شكرا. شكرا ليك. العفو. منى شافت الكورة ان هي السبيل اللي ممكن يكون وسيلة للتخلص من التوتر. طيب لومي، ايوه مع حضرتك. ازيك؟ تمام الحمد لله. قولي لنا بقى ازاي بتهربي من قلقك. بص يعني بحاول مثلا اكلم صحابي. بحاول مثلا اسمع اغاني، يعني كده يعني فاهم. وبينجح الموضوع بنسبة كام في المية؟ آه مثلا 70% يعني مثلا. مم. طيب وعادة بس مش بتقلقي طول الوقت. كتير؟ يعني عادة موضوع القلق بياخد معاكي حقه يعني، ولا بيجيلك جدا. كتير يعني؟ القلق والتوتر الاتنين. ضيوف الاتنين. دائمين يعني. للاسف. للاسف. ومش عارفة، يعني مش عارفة اللي هو يعني يروحوا ازاي، يعني فاهم قصدي. يروحوا ازاي؟ لا يروحوا ازاي؟ انت تيجي انت تدخلي بقى، تدخلي مستمعة معانا. صح. مش كده؟ يعني انا ماشي. بقول صحابي كل حاجة وتمام، بس يعني بحس انه هو معظم الوقت ساعات بتحس انه برضو كلام الناس ما بيعملش حاجة يعني بتحس انه الموضوع مثلا ممكن يكون يعني واخد يعني حجم كبير قوي جواك، يعني فاهم قصدي اللي هو
ممكن يعني الناس مثلا اللي بتكلمك ما يكون كلامها مش كافي قوي ان هو يخليك تهدى او حاجة. فاهم قصدي؟ في الاخر كل واحد ليه المدرسه بتاعته وليه الكتالوج بتاعه، ومش شرط اللي ينفع معايا ينفع معاكي يعني. ف فانت ممكن دلوقتي انت قلتي حاجه، قلتي مثلا تسمعي اغاني ولا حاجه، فده بيضيع مثلا 70% من التوتر ومن القلق. فغيرك يقول لك لا انا الاغاني ما بتفرقش خالص معايا. اه فاهماني؟ ايوه فاهمة حضرتك. تمام يا رومي. انا مبسوطة والله اني اتكلمت مع حضرتك، يعني اول مرة بشارك، ويعني مبسوطة قوي بصراحة يعني. تسلمي، نورتينا، وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. بإذن الله ان شاء الله. هنستناكي دايما. شكرا ليكي يا رومي. ربنا يخليك. طيب ماشي. ماهي، ازيك يا تامر، عامل ايه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله والله. ماشي يا تامر، اول حاجة هما حاجتين كده: الجيم والمشي. الاتنين دول يعني، الجيم ده انا ما اقدرش اعيش من غيره في حياتي، يعني هو اللي بيسبور الحاجة السبورتيف في حياتي، يعني بنجو منها من اي قلق في حياتي، من اي نيجاتيف انرجي بتحصل لي بنجو بالجيم. انتي بتفكريني بواحد صديق عزيز عليا، يمكن من اعز 3 اصدقاء عندي اصلا يعني. من فتره كده كبيره انفصل عن مراته بعد قصه حب كبيره قوي. هم اصلا مش عايشين في مصر، كانوا عايشين بره مصر، هي اجنبيه وهو مصري. و... وانا قلت يعني قلت احمد انتهى بعد انفصاله عن مراته يعني. هو فعلا كان حالته النفسيه صعبه جدا، وكان دايما سهران مش قادر ينام، وعدد ساعات نوم مثلا نص ساعه في اليوم ولا ساعه بالكتير قوي، وطبيعه شغله كمهندس بتخلي الموضوع صعب. فشويه بشويه 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 ما بدا الحمد لله يرجع تاني لحالته. فلما بساله بقول له يعني خرجت ازاي من الموضوع، وازاي يعني قضيت على التوتر وحاله الحزن اللي انت كنت فيها والتفكير المفرط الكتير ده؟ قال لي الجيم. هو الشغل عنده الصبح بيكون من 8 الصبح لغايه الساعه 4 او 5، وبيكون في مدينه تانية غير المدينه اللي هو فيها، بيفضل سايق مثلا ساعه. فبقى يروح جيم كل يوم من 3 الفجر لغايه الساعه 5. فقال لي الجيم، قال لي الرياضه. فمن وقتها بصراحه بقى عندي خلاص يعني، بقيت انا مصدق قوي في اللي انت بتقوليه ده يا ماهي. هو بصراحة عنده حق بجد، يعني أي حد يبقى غاوي الموضوع فعلا بيفرق في النفسية جدا. أنا مهما أكون مكسلة ومش قادرة وتعبانة وبنزل بس حتى لو أتمرن ساعة واحدة في الجيم، يعني بطلع شخصية مختلفة ونشيطة وعندي قابلية للحياة وحب للحياة وقادرة أدي انرجي لأي حد عايز مني حاجة. فهو الجيم دايما بيسبورت مي يعني ربنا يوفقك ويقدرنا يعني. يقدرنا احنا كمان نعمل زيك كده. ماشي يا تامر، وماما برضو كانت عايزة تشارك معانا في السبيس طيب يلا مع بينا. حضرتك يعني. أيوة، مساء الخير، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، الحمد لله كله تمام. آم، السؤال حلو والموضوع شيق جدا. ازاي نهرب من القلق المفرط؟ هو ازاي نقدر نبعث السكينة في نفسنا؟ انا بلجأ، ما بقدرش طبعا اروح جيم كده زي ماهي، ماليش في الجيم يعني. بس اكتر حاجة حسيتها فارقة معايا قوي كل يوم الحمد لله ان انا بقدر اعملها، اللي هو الذكر. الذكر والتسبيح الموضوع ده فعلا فعلا بيدي طمأنينية وسكينة وأمان، وسلام نفسي. وبحس إن كل المشاكل وكل العبء اللي عليا، أنا وكلتك يا ربنا ليك، أنت هتعرف تتصرف فيه، مش أنا اللي هفكر فيه، ومش أنا اللي هعرف أحله، لأ ده أنا خلاص. يعني وكلت ربنا بالموضوع ده في إن هو يحله. فالذكر ده أكتر حاجة في الدنيا بتديني أمان وبتديني راحة نفسية وبتخليني أعرف أنام. هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أعرف أنام. هو أنا لما قلت لماهي كده قالت لي يا ماما ده اختلاف أجيال يعني. أنا طبعا من جيل وأنتوا من جيل تاني، في فرق في السن. ف... فبتقول لي ده اختلاف أجيال. ف... فمش لا عارفة. خالص. لا اختلاف اجيال ازاي يعني؟ لا لا لا.
ما اعتقدش، اصل هو في الاخر أصل الذكر ده يعني الذكر ده من زمان يعني، مش يعني اختلاف اجيال ازاي مش فاهم. هي ما هي كان ردها عليا كده، يا يعني ما هي تامر انا قصدي بس اقول ان هي مثلا حد هيفكر في ربنا اكتر. يعني احنا طبعا بنفكر في ربنا وربنا في حياتنا، بس بيبقى عندنا حاجات تانية نقدر نخرج بيها طاقتنا ونهرب منها يعني. وارد موجود، اصل زي ما قلت لك في الاول، برضو زي ما قلت في الاول، هي مدارس، وكل واحد فينا عنده الحته اللي بتريحه. زي مثلا زي الاكل، هو كلنا بناكل نفس الصنف بتاع الاكل؟ لا، يعني كل واحد فيها نفسه بتروح لحاجه معينه، في الاخر هي دي اللي بيلاقي فيها الشبع او بيلاقي فيها المتعه مثلا بتاعه الاكل. وقيسي على ذلك بقى، حد مثلا يحب البحر جدا يقول لك قعده البحر دي عظيمه، حد يقول لك لا انا ما بحبش البحر بيدوخني لما ابص عليه، لا انا اروح اقعدني احسن في حته فيها خضره، وهكذا. يعني في الاخر المهم في الاخر ان هي بتلاقي سكينتها في الحاجه الفلانيه، وانت بتلاقي سكينتك في الحاجه الفلانيه يعني. فهو مفيش تعارض، في الاخر كل الطرق بتؤدي الى الراحه. تمام مظبوط. ميرسي لحضرتك، شكرا. شكرا ليك، شكرا يا ماهي، ونورتينا حضرتك يا فندم، شكرا. ميرسي، ربنا يا يخليك، تامر، شكرا. شكرا. باي باي. باي. قاسم. يا مساء الفل، مساء الجمال. ازيكم؟ ازيك، اخبارك ايه، عامل ايه؟ والله الحمد لله، الله يحفظك يا رب، تكون بخير يا استاذ تامر بيه. الله يخليك. وعلى فكره مش عارف برضه، انا اسف كل شويه اتكلم في الموضوع ده، بس يا اخي انت مبهج قوي يعني. انا يعني بشوف يعني انا مكسوف اتكلم عن القلق وانا شايف صورتك المبهجه دي، يعني حاسس ان انا يعني عارف اللي هو ايه، يعني فعلا انا داخل عزا وداخل اهرج. والله انا ما كنتش راضي اطلع بسبب الموضوع ده، عشان حاسس ان انا هبوظ لكم السؤال، لا بس خالص قلت ما انا جاي بديهاش بقى النهارده. اطلع اتكلم. لا انت بتنورنا دايما والله، وبنتشرف. الله يحفظك، والله كتر خيرك، وانا مبسوط ان انت بتقول لي كده يعني. لا فعلا والله حاجه اصلا تبسط. من الناس اللي بعتز جدا بيهم، واللي الناس حتى لما الله بتسمعوا يحفظك، بيعتزوا جدا برايك وبوجودك ومشاركتك معانا دايما والله. والله على راسي، تسلم لي والله، كتر خيرك. طب هقول لك ايه. ماشي. بص، هو في يعني بعمل اكتر من حاجه. في مثلا ان انا بتكلم مع حد من صحابي، فلما بتكلم في الموضوع ايا كان ايه الموضوع اللي انا قلقان منه ده، لو اتكلمت فيه مثلا لو الموضوع في دماغي مثلا 100%، بينزل مثلا ل 30% او 40%. في نسبة كبيرة قوي من القلق ده بتروح بس بمجرد ان انا اتكلم في الموضوع. جربت كذا مرة برضو ان انا اكتب ايه اللي انا بفكر فيه، والموضوع فعلا كان ريليفنج جدا، بس للاسف انا العادة دي مش عارف اتعود عليها قوي، مش بستخدمها كتير. بس لما قعدت ادرس حالات القلق اللي عدت عليا، كانت دايما بالنسبة لي حالات القلق بتعدي كأنها دور برد. يعني أنا دايما ببقى عارف إن القلق بيجي في شكل موجة أو في شكل ويف. فالويفز دي أو الموجة دي دايما بتبقى، يعني ببقى عارف إن هي ليها بداية وليها بيك وليها نهاية، وعارف إن هي هتاخد وقتها وهتمشي، سواء وقتها ده طول أو لأ. والقلق ساعات ممكن يزيد عندي لما احس ان الوقت بتاعها بيطول، لكن هي في الاخير هي هتمشي سواء لوحدها، سواء عملت حاجه او ما عملتش حاجه. فدي كانت من الحاجات اصلا اللي كانت بالنسبه لي مريحه، يعني دي من الحاجات اللي بتخليني ابقى مرتاح، اللي هي ممكن نسميها باسم الوعي، او ان انا ابقى عارف ايه اللي انا بعدي بيه، وعارف ايه بدايته وايه نهايته. فدي الى حد ما بتكون مريحه شويه. بس هل ده معناه ان مثلا ان ما ببقاش حاسس بنفس اللي بيحصل في الموجة بتاع؟ لا، ببقى حاسس بيها. بس تقدر برضو تقول ان انا الى حد ما بحاول افتح عينيا وانا بعدي في الموجة دي، بحيث ان انا ابقى عارف او ابقى قادر اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط جواها. لان الموضوع ده مهم بالنسبة لي، واظن مهم بالنسبة للي بيعدي بالحالات بتاعة القلق او اضطراب التفكير يعني. بس هو الأكيد إنه دايما بيكون فكرة إن أنا أتكلم في الموضوع أو أطلع اللي أنا بتكلم فيه، اللي بفكر فيه، وحد يتكلم معايا. ويا سلام لو كان حد مثلا عاقل شوية، حد ثقة، حد ممكن أستفيد من الكلام اللي هو بيقوله، بيكون الموضوع فعلا مريح بنسبة كبيرة قوي.
انا عايز اقول لك ان كمان في اوقات كتير جدا احنا لما بنفضفض مع حد ولما بنرمي تركه وحمل الكلام اللي على اسطورنا لما بنشاركه مع حد كتير بتكفينا مشاركه، حتى لو هو ما اداناش حل، يعني حتى لو ما اشتركش معانا في التفكير، فكره ان هو قعد بس وسمع دي في حد ذات عايز اقول لك كنز. يعني اوقات فعلا انا لما بحكي ما بكونش عايز اسمع حلول قد ما انا عايز بس ان حد يشترك معايا ويقول لي انا سامعك انا معاك، يعني اتكلم. فعل الفضفضه نفسه بيهدي حتى لو ما كانش فيه حل. اتفق 100%. طيب المزيكا اخبارها ايه معاك؟ المزيكا التمثيليه بص 100%. بس يعني عايز اقول لك بصراحة بعد ما جربتها اكتر من مرة الموضوع لا ما فرقش معايا كتير. يعني المزيكا لما بتبقى شغالة بتدي مود، يعني بتبقى حلوة، بحس ان هي بتبقى حاجة زي باك جراوند كده للي بيحصل، او بتبقى حاجة كده زي ساوند تراك للي بيحصل. لكن بصراحة ما حسيتش ولا مرة ان هي فرقت معايا. موضوع التمشية بيكون لطيف، بس يعني تاني زي ما بقول لك اللي هي فكرة، هي المشكلة بتبقى عندي في فكرة ان انا بفكر لوحدي، فكرة ان انا متساب لدماغي او انا بيني وبين نفسي. دي هي اللي بتصعد الامور. يعني اي حاجة بتبقى صغيرة ممكن تبقى في دماغي او عاملة لي قلق او الكلام ده، لما بسيبها في دماغي هي اللي ممكن تكبر وتفضل السيناريوهات تخبط في بعضها والكلام ده. عشان كده الريليف بيكون بيجي من اول ما الكلام يطلع بره دماغي. فالتمشية لطيفة وكل حاجة، بس برضو لو يعني هتبقى افضل لو كانت مع حد وبتكلم معاه، او لو اتكلمت في الموضوع، يعني حتى مش لازم يكون مع شخص بعينه، ممكن زي ما بقول لك اكتب. عشان كده تويتر بالنسبه لي يعني منفذ ان انا دايما بتعامل مع تويتر ان انا برمي كلمتين اللي انا بفكر فيهم. بس للاسف طبعا انت عارف دلوقتي الناس بتتدخل في كل حاجه فمحدش سايبنا في حالنا يعني. فاللي هو بنضطر بقى ان احنا نقعد نتعارك. لكن هو في الاخير الهدف بالظبط. سواء الهدف دايما بيكون ان انت بس تطلع الكلام من دماغك، يعني تطلعه بره حدود دماغك، ساعتها بتحس بالريليف. تمام يا صديقي، شكرا ليك يا قاسم. الله يحفظك، الله يحفظك. تسلم لي يا رب. معظم الناس اللي اتكلمت النهارده بيتكلموا عن حاجه يعني بصراحه معظم الناس اللي اتكلموا وكتير مننا برضو اعتقد ان هم بيتفقوا معاهم، بيتكلموا عن ان النوم الهروب بالنوم، يعني او ان الواحد يلجأ للنوم، ان ده وسيله آمنة يعني للهروب من القلق. وانا بصراحه يعني انا متفق بنسبه كبيره معاهم، ولكن القلق والتوتر اللي هو ما يمنعهمش نوم. يعني النوم فعلا هو العلاج للقلق لان انا بعز جدا جدا النوم ده. فقلت ان النوم هو مكان الهروب الامن لمعظمنا لما الدنيا بتضيق، وان مساحه ابعاد سريرك هي المكان الوحيد اللي قادر يستوعبك في اكتر مراحل اكتئابك، يعني لخبطه التفكير واعاده تفنيط الناس في الكام دقيقه اللي قبل ما عينك تروح فيهم في النوم، وشعبطه عيونك وبصتهم للسقف وانت بتحسبها. يعني اكتر لحظه صدق بتكون مصدق فيها نفسك بتكون وانت راسك على المخده. بكره هعمل كذا، هبطل كذا، هقرب من فلان، هبعد عن علان، هنجح، هخس، هصارحها، هواجهه. بص بناخد جرعات شجاعه ملهاش حدود قبل ما ننام على طول. وفي نفس الوقت برضو النوم غير ان هو من علاجات القلق هو الباب للاحلام. والحقيقه ان احنا في الاحلام بنشوف الناس اللي احنا نفسنا نشوفهم في الحقيقه، وبنقابل فيه الناس اللي بيوحشونا وما بنقدرش ان احنا نقابلهم. يعني بنقول فيه الكلام اللي احنا نفسنا نقوله وما بنقدرش نقوله في الحقيقه، وبنسمع برضو الردود اللي احنا نفسنا نسمعها. في النوم بنعمل الحاجه اللي بنحبها، مش الحاجه اللي بتفرضها علينا الحياه والناس. كل اوقات لملمه النفس وجبرها او الانشكاح المفرط غير المبرر نهايتها وبدايتها بالنوم. يعني دي نظرتي عن النوم، ان هو فعلا جزء من العلاج، يعني يعتبر
شيء من العلاج للحاله اللي كتير من حالات القلق ايه. طيب يلا نكمل. ايمان، اخبارك ايه يا تامر؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اول حاجه عجبتني جدا فكره الهروب. انا اسميها الهروب من القلق. عشان خاطر بصراحه كلنا بنواجه بالقلق، بالذات مثلا لما يكون عندنا ستريس قوي جدا، فمش عارفين ازاي نهرب منه. انا بقى من الناس اللي بحب قوي ان لما اكون قلقانه مثلا اقعد في البحر. بحس كده البحر بياخد كل الطاقه السلبيه اللي جوايا، يعني بيبقى كده بينسينا كل حاجه. تاني حاجه التصميم. انا مصممه ازياء. بحس كده لما بكون قلقانه وبقعد اصمم او اعمل اي ديزاين جديد، ارسم مثلا، احاول احط قماش مع قماش، حاجه جديده، اخترع حاجه جديده. بحس ان انا طلعت كل القلق بتاعي في طاقه. الطاقه دي طلعت مني ابداع. هو طبعا ما بيحصلش في كل وقت طبعا، على حسب القلق نفسه، بس بحاول اكسره. في موقف صغير كده حصل معايا. انا كنت باخد كورس في مكان تاني، فكنت بسافر مخصوص للمكان ده. الكورس ده المفروض يتاخد لمدة سنة. أنا خليت الكورس ده يتاخد لمدة 3 شهور، يعني خليت المواد كلها تبقى يعني في 3 شهور قللتهم. يعني أسافر مثلا كل أسبوع أمتحن امتحانين. الكورس ده كان عبارة عن إن أنا بقعد على الكمبيوتر، وكنت المدة الامتحان مثلا ساعة، كل سؤال مثلا 100 سؤال أو 200 سؤال دقيقة واحدة. كنت تمام جدا. أول امتحان تمام جدا وأجيب درجات حلوة قوي، وكنت بشرح لصحابي وتمام. تاني برضو أسبوع كنت حلوة قوي. تالت أسبوع ورابع أسبوع دول آخر أسبوعين، اللي هو خلاص أنا لو قفلت المواد دي أنا كده هبقى تمام، خلاص بقى مش هسافر تاني. تالت أسبوع ده بقى أنا رحت، مش عارفة، كنت متوترة جدا. متوترة مش عشان خاطر أنا مذاكرة أو مش مذاكرة، لأ خالص. كل توتري كان عبارة عن الوقت. أنا كنت قاعدة عارفة الإجابة بس ببص في الوقت. قبل ما بجاوب ببص على الوقت وصل لحد فين. فأنا ببص كده على الوقت، خلاص هو الوقت عدى على السؤال والسؤال عدى. يعني اللي هو نزلت في المادتين دول وزعلت جدا. فالناس اللي معايا استغربوا جدا عشان أنا كنت بشرح ليهم وكنت بقول لهم يعملوا إيه وكده. فقالوا لي ما تقلقيش، خلاص تمام وكل حاجة. طبعا أنا الامتحانين دول بيتكركموا علي، يعني بيتراكموا عليا للمرة الجاية. فكده فضل عليا إن أنا أذاكر أو يعني أمتحن 4 امتحانات. وكان الأسبوع الرابع ده عبارة عن آخر أسبوع أنا خلاص هسافر فيه. أنا مش عايزة أسافر تاني، زهقت. فسافرت خلاص بقى. أنا قعدت زعلت جدا، قعدت قفلت على نفسي باب الأوضة، قلت إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده؟ كل ده عشان خاطر وقت؟ أنا كويسة جدا وبعرف أحل وعارفة أجاوب، إيه الحوار يعني؟ مش فاهمة إيه ده. اديت لنفسي شوية بوش، وطبعا عيطت والدنيا وانهارت وكل حاجة، واستغربت من نفسي أنا إزاي وصلت للمرحلة دي، مع إن أنا اللي بشرح للناس. أي حاجة بتقف معاهم بيجوا يسألوني، كان كده يعني. فقعدت بقى شوية مع نفسي وقعدت أذاكر ال4 مواد. طبعا أنا كنت عارفة أول مادتين بس، برضو المراجعة الأكتر عشان خاطر مثلا لو كنت قلقانة من حاجة أكون لأ خلاص أنا كده تمام في كل حاجة. خلاص بقى أجي يوم السفر، قعدت أقرأ أدعية إن شاء الله تمام. اليوم السفر ده بقى الوحيد إحنا عشان خاطر بنسافر، فكانت المسافة كانت طويلة شوية. عمال ما نسافر من مكان لمكان بقى، اليوم ده بالذات حصل معايا دروب عالي قوي. إن أنا لو اتأخرت عن مثلا الامتحان كان 8 الصبح وأنا بركب مثلا 5 الفجر، وعشان أوصل الطريق 4 ساعات تمام، 3 ساعات سوري. فالوقت ده إحنا اتأخرنا. سبحان الله حصل كذا حاجة في الطريق. وقبل ما أوصل يعني عارف أنت لما هو خلاص حاجة هتأثر عليك وهتبوظ كل حاجة، خلاص أنا كده ضعت. فسبحان الله حصل كذا دروب معايا، والناس افتكروني إن أنا البطاقة بتاعتي مش عارفة يعني، هو حاجات كتير ملهاش لازمة. وفي الآخر وصلت الحمد لله قبل الامتحان يعني بدقيقتين. أنا حسيت نفسي في فيلم. قبل الامتحان بدقيقتين بالظبط وصلت. كنت بجري على الراجل بقول له على فكرة الامتحان بتاعي دلوقتي حالا أنا عايزة أدخل. قال لي على فكرة إحنا كنا خلاص هنقفل الدنيا. فرحت دخلت الحمد لله. طبعا كنت متوترة بس سبحان الله مش عارفة إيه اللي حصل.
التوتر نسي خالص. انا الوحيده اللي كنت همتحن 4، كل اللي معايا كانوا همتحنوا 2 2 2. دخلت الامتحان، قعدت قلت انا هقعد كده خلاص. ده اخر يوم، انا مش هسافر تاني، انا مش عايزه اجي تاني، انا هركز. الوقت مش مهم، انا كده كده عارفه كل حاجه، هقعد وهركز في اللي قدامي وخلاص. قعدت اركز اكتر، امتحن، والحمد لله تمام تمام تمام. والحمد لله جبت فيهم فل. لما طلعت بره كل الناس معايا بيقولوا لي انت عملتي ايه يا ايمان؟ قلت لهم الحمد لله انا تمام. كلهم طبعا ما صدقوش. من كميه التوتر حولتها. هو طبعا انا نفسي اتصدمت من اللي حصل. الحمد لله يعني ان هو قدرت اتخطى الموضوع ده. انا بقول يمكن التوتر اللي كان جوايا والخوف برضو، يعني يمكن التأخير اللي حصل معايا في الطريق ده خلاني ما افكرش في اي حاجة غير ان انا لا، انا هخلص، يعني هخلص، مش عايزة اي حاجة تانية غير كده. بس فبصراحة اتعلمت قوي من الموقف ده، وان انا ما اركزش في الوقت ولا اركز في اي حاجة، اركز في اللي قدامي وخلاص. تمام بس يا اتمنى ايمان، تكونوا استفدتوا من التجربة دي. وصلت يا ايمان، شكرا ليك. ماشي، شكرا. شكرا ليك. تمام. يسر، مساء الخير. مساء الفل، نتمنى نكون لحقناكي. انا قبل ما انام تاني. لا، انا بالنسبه لي الموضوع ده يعني كذا حاجه ممكن اعملها. اول حاجه ابداها بافلام كرتون مثلا، اقعد اشغل مولان، اشغل الحاجات دي بتفصلني جدا الكرتون يعني. ما ينفعش او اشغل مزيكا واقعد ارقص. بموت في الرقص. تبص تلاقيني راح لا، موضوع التوتر والقلق بقى يتقلب معايا لانشكاح كده، تلاقيني بضحك زي الهبله من غير سبب. ما نفعوش خلاص، ما جابوش نتيجة، الموضوع كان كبير شوية. هو أنا بطبيعتي مستسلمة يعني، بسلمها لله قوي يعني. أقعد أقول طب أنا هقلق من دلوقتي، وطب استنى اما المصيبة تحصل وازعل بعدين. الله. مش هيبقى دلوقتي وبعدين عارف. اللي هو يعني أنا هقعد أهلك في أعصابي دلوقتي ويحصل يا ما يحصلش، لا استنى. وكنت حتى لما يعني مثلا كانت خالتي الله يرحمها يعني كانت في المستشفى وكده، كنت قاعده اقول بس في حاجات بقى انت فعلا حرفيا ما بتقدرش تسيطر على اعصابك فيها يعني. الحاجات البسيطه تقدر تسيطر على توترك وقلقك، لكن الحاجات بقى اللي هي كده مهما حاولت ما بيبانش. بروح نازله بقى ماشيه بلا هدف كده، لاني امشي، انزل امشي مسافات طويله بدون هدف، بس ولوحدي، ما اعرفش ابقى مع حد. وانا في طبيعتي لو انا في مرحله توتر وقلق، لا ما حدش يكلمني، ما اعرفش اتكلم مع حد، هبقى اجريسيف جدا، هبقى كده. فتلاقيني مع نفسي كده بخرج من المود واحده واحده. بالنسبه للنوم انا كده كده بنام في اي وقت. متوتره مش متوتره. انت عارف انا عاشقة السرير يعني. ف انت قلتي ثلاث حاجات في الاول، الثلاثه دول آه. معلش هو ما ينفعش بعدهم حد يبقى متوتر اساسا يعني. ما انت مأمنه نفسك. لا بس برضو في حاجه يعني، حتى الاستاذه اللي اتكلمت، والله انا من شويه يعني، اللي هو الجاري اللي سمعت ان هو تعبان ده، فانا ما اعرفش راجل، بس في غصه في قلبي كده فايه، فما عرفتش اعيط يعني. حتى انا بتكلم مع مراته فمسكت نفسي كده، فحسيت ان انا كتمت العياط، فحسيت ان انا متوتره وقلقانه. لما هي قالت الجمله بتاعت التسبيح دي افتكرت صح. انا لما بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كتير، والصلاه الابراهيميه بالذات، بهدى جدا. قعدت عارف اللي هو، وحتى كان قاسم وكده، هي اول ما اتكلمت فقعدت اصل اتاوب. قلت ده لو تامر اداني مايك دلوقتي هبقى مسخره، مش عارفه اسكت. قعدت اصلي على النبي، فعلا الغصه راحت، اللي هي تحس انها طبقه على مراوحك كده، لانك انت كتمت نفسك، فتحسها لا راحت. ففعلا والمتاوبه دي كأن الشيطان فعلا فعلا والله فعلا هو موجود عشان يحزنك، عشان يخليك دايما تيأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. لو دايما فكرت ان ده الشيطان اللي بيوترك كده، هتبص تلاقي. وطبعا الصلاة على النبي بتذهب الحاجات دي جدا يعني. اكتر حاجة بحسها كده، بتلاقي نفسك لا احسن كتير، ونفسك اهدى بكتير، وحياتك اهدى بكتير يعني. بس شكرا ليك يا يسر، تسلمي. طيب رنا. صباح الخير. صباح النور. هو أنا عندي الصبح الحقيقة الساعة 3 الفجر، وأنا دلوقتي اتوترت. أنا أول فين مرة. الساعه 3 الفجر؟ فين؟ أنا في الإمارات. تمام. أنا أول اتوترت مرة. ليه؟
ما عشان أنا يعني التوتر ده عامةً حاجة عندي disorder من أصله يعني، أصلًا بقى، فحاجة already باحاول أتعالج منها. وأول حاجة أنا بس حابة أسلِّم على حضرتك وأقول لحضرتك إن من ضمن الحاجات اللي باعملها لمّا باتوتر إن أنا بادخل على تويتر وأقعد أقرا لحضرتك إنه I relate كتير أوي لكلام حضرتك يعني. ربنا يخليك. الحاجات اللي ممكن بالاقي نفسي باعملها أول لمّا باتوتر، لإن زي ما وضّحت هو الموضوع عندي disorder أكتر ما هو حالة بتروح وتيجي، لأ هي حالة بتلازمني معظم الوقت من أول ما بافتح عيني لحد ما أنام. حتى بتأثّر عليَّ وأنا نايمة، إن أنا بابقى طول الوقت حتى باجِز على أسناني، بانام وأنا وشي عابس فالمشكلة دي عندي من زمان جدًا يعني، طب بس فاللي رنا باعمله خليكي معايا ثانية واحدة بعد إذنكم. اتفضل. انتوا سامعين رنا؟ يعني لو سامعين رنا يا ريت بس تعملوا إشارة بعد إذنكم، لأن في شكوى إن رنا صوتها مش واضح. طيب تمام، شكرًا. اتفضلي كملي يا رنا. فالحاجة اللي أنا بالاقي نفسي باعملها وحقيقي بتجيب نتيجة هي إن أنا أقعد أشتت نفسي. باشتت نفسي بمعنى إن أنا القراية هي أول حاجة بتهدّيني، إن أنا أقرا أي حاجة، أي حاجة قدّامي أمسكها أقرا فيها. لو ركزت أوي ألاقي نفسي حابة إن أنا أركّز في موضوعٍ ما، أركّز في شيءٍ ما، لإن هو حتى الدكتور بتاعي علميًا حتى قال لي إنه تحاولي يعني لمّا تبقى في حالة فيها توتر أو هلع أو قلق بتركّز في حاجة حواليك، إذا بتمسكها بإيدك أو بتقراها أو حتى تشمّها، تلمسها، فهي الحاجات دي لمّا باعملها فعلًا بتهدّيني، بس بيبقى التأثير لحظي شوية، لإن أنا بالاقي نفسي بقيت كويسة دلوقتي، بس المشكلة ما اتحلتش مثلًا، اللي أنا قلقانة منه لسه قلقانة منه، فلمّا أهدى خالص هالاقي نفسي رجعت تاني باقول المشكلة لسه موجودة، بس على الأقل في اللحظة دي زي ما قُلت كده باتشتت بالقراية، بإن أنا أقوم أعمل حاجة زي إن أنا أخُش أجيب مثلًا وصفة على النت، أخُش أعمل طبق مكرونة أو كيكة مثلًا، فالكلام ده بيهدّي شوية. وبرضه زي ما سمعت من حضراتكم بصراحة في كذا حد قال كذا نقطة مهمة، آمم سيدة يسر كانت قالت على نقطة إن التوتر أو القلق ده هو شيطان. هو ده حقيقي، لإن هو في اللحظة دي أنت بيبقى عندك كل حاجة سلبية، كل تفكير سلبي، كل حاجة غلط، كل حاجة هتبوظ، كل حاجة بايظة، فده كله بيبقى فعلًا يعني نوعًا ما بيبقى شيطان يعني. فالذكر برضه بينفع طبعًا، بيهدّي. بس هو زي ما قُلت أنا بالنسبة لي باشتِّت نَفْسي بالحاجات دي، وطبعًا النوم، بس أنا النوم بالنسبة لي بيبقى كارثة لإن أنا بييجي لي كوابيس لو في يوم أنا فعلًا قلقانة من حاجة هي الحالة ممكن تبقى نوعًا ما مرضية شوية فهي دي لا بس خالص. طب هسألك سؤال يا رنا، الفضفضة اتفضل. زي ما لا، لأ بنقول من شوية. خالص، على الأقل أنا في حياتي ما فيش يعني حد لا قريب ولا بعيد ممكن أفضفض له بصراحة، فباعمل إيه، باعمل زي ما معظم الناس هنا بتعمل، بادخل على تويتر باكتب براحتي، قفلت الaccount عشان لقيت كذا حد مثلًا لقاني فعمل لي follow فاتضايقت، فعشان كده يعني المكان ده بالنسبة لي زي open diary كده، أو إن أنا أقرا كلام حد تاني غيري كاتبه ألاقيه بيوصف اللي أنا حاساه، فباحس إن أنا مش لوحدي، يعني لو هي من نقطة روح المشاركة دي، برضه دي حاجة من الحاجات اللي ممكن أعملها، إن أنا أدخل على groups مثلًا ألاقي أو مثلًا زي live زي ده، شدّني إن أنا لقيته بيتكلم عن حاجة أنا حاسة بيها، أنا بامُر بيها، يعني أنا حضرت لحضرتك برضه كذا live قبل كده، بس الtopic دي بالذات شدّتني وشجعتني إن أنا أتكلم، مع إن أنا باتكسف إن أنا أتكلم، لإن أنا حاسة أوي بالموضوع ده، فلمّا بالاقي حد عايش اللي أنا عايشاه أو حاسس اللي أنا حاساه ده شوية بيهوّن على الإنسان، يعني بيهوّن عليَّ يعني، وباحاول أكتب برضه، لكن إن أنا أشارك حد أصلًا أو أكلم حد دي لو حد في حياتي لأ، ما ممكن يضايقني أكتر، يعني أو ممكن ما يبقاش مُدرك إن أنا محتاجة أتكلم بس أو أطلّع التوتر اللي عندي بس، مش إن أنا عايزة حل أو عايزة نصيحة،
لان الموضوع بعد كده بتقلب بخناقه، فعلى ايه يعني؟ بس انت بتقولي انك انت خجوله وان دي اول مره تتكلمي في سبيس، وانا عايز اقول لك ان في 3 رسائل جات لك من روان بتقول لك رنا ايمن انا زيك بالظبط، وانا نفس اللي انت بتحكي كأنك بتحكي عني، فانت مش لوحدك. دي روان. وفي هبه يوسف بتقول لي انا زي رنا بالظبط. تمام. احنا في كتير. احمد يونس بيقول لك وانا كمان يا رنا. بالمناسبة أنا بس حابة أضيف حاجة برضو من الحاجات اللي بعملها لما بقى مش قادرة بقى حتى إن أنا أعمل حاجة من كل ده، بفتح يوتيوب وأسمع برضو الزميل الإعلامي أحمد يونس قصص الرعب. ما تعرفش إزاي القصص دي بتهديني بصراحة، فلو حد ممكن انا مش عارف فعلا المعادله دي، مش عارف افهم بصراحه. وبنام عليها الحقيقة. يعني قصص أحمد يونس بالذات أنا بقعد أستنى وعاملة فولو للبيج بتاعته، ما بتجيلي النوتيفيكيشن بتاعت أحمد يونس ببقى مستعدة للقلق بقى والتوتر اللي هخش عليه بالليل عشان هفتح بسمع وانام بقى تمام. يعني هو الفكرة ان انا الاقي مصدر خارجي بيشدني ويشتتني عن اللي انا قلقانة منه بس. لكن الموضوع ممكن يبقى صعب فعلا، ما يبقاش ليه حل جذري للناس اللي عندها الانكزايتي دي as a disorder يعني، والبانيك اتاكس. الموضوع ده بجد يعني صعب ووحش جدا، انه بتوصل لحالات بني ادم بيبقى محتاج ياخد دواء للموضوع ده، لان مبيبقاش عارف يعمل كنترول. وممكن الحالة دي تحصل له وهو وسط ناس، والناس اللي حواليه ما يبقاش عندها الوعي الكافي انها تعرف تتعامل معاه ازاي، فبتبهدله زيادة. فهي دي المشكلة بالنسبة لي بالحجم ده. الحمد لله يعني. انا مبسوطة قوي ان انا شاركت مع حضرتك واحنا والله. كمان يا رنا والله، وتنورينا ميرسي قوي. دايما. شكرا ليك يا رنا. شكرا ليك. طيب وليد. اخيرا. اتفضل يا وليد. ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله والله. اهلا. الحمد لله، انا مبسوط جدا ان انا شاركت مع حضرتك، وانا قلقان دلوقتي يعني. تمام. تسلم. بس الحمد لله يعني بعرف اتعامل مع القلق دوت، او عودت نفسي ان انا اقدر اتعامل معاه عشان ما يسببليش ازمه في حياتي اجتماعيا. وده مهم جدا، وانا الحمد لله اثبتت لنفسي ان انا اقدر اتغلب على حاجه زي ديت. انا هبتدي بموقف كده على طول. كنت في الكليه، فطبعا كنا في السكاشن او المحاضرات او كده، فطبعا كان في طلاب زمايلي كان بيشاركوا مثلا في الاجوبه مثلا مع الدكاتره وبيتفاعلوا معاهم في قلب المحاضره، فانا كنت دايما عندي خجل. ممكن اكون عارف الاجابه، او ممكن اكون عارف الموضوع ان هم بيتكلموا فيه، وممكن يكون ليا وجهه نظر افضل كمان من اللي هم بيقولوها، بس دايما كان عندي خجل او توتر ان انا ابان، ان انا وانا اتكلم العيون كلها تبص لي وانا بتكلم، فدايما كنت بواجه قلق نفسي وبينعكس عليا اجتماعي بره، فبيأثر على شخصيتي ونظره الناس ليا، مع ان ممكن اكون احسن من ناس كتير بتتكلم. وبالفعل عودت نفسي على كده ان انا اقدر اتكلم في المحاضرات او السكاشن، وبالفعل بدون ما ادري لاحظت في اخر سنه في الكليه او سنه ثالثه او رابعه مش متذكر بالظبط، لقيت مره واحده الدكتور اللي كانت بتشرح لنا وانا قاعد في اخر بنش او البنش اللي قبل الاخير او حاجه زي كده، فلقيتها بتقول لي انا اخر محاضره ليا معاكم، اخر ماده هديها لكم، وحابه اشكر كلكم، وبالاخص الطالب فلان الفلاني ان هو يعتبر اكثر مشاركه معايا، واتفاجئت بيه، او ان هو بدا يشارك معايا، واختارتني الطالب المثالي للماده بتاعتها، وما بقيتش مصدق نفسي اصلا ان انا بقيت ان انا كده، وكلهم بيسقفوا لي والدكتوره بتبص لي وفرحانين بيا، وانا بقيت فرحان بنفسي جدا وفخور ان انا قدرت اتغلب على الحاجه زي ديت، وغيرت في شخصيتي قدام نفسي اولا وقدام صحابي ثانيا. ده موقف انا حبيت اقوله في البدايه كده. تاني حاجه بقى، القلق ده بيبقى عاده، يا اما الشخص اصلا بيبقى مولود بيه وشخصيته مهزوزه نفسيا من جواه. رقم واحد الانسان يقدر يتغلب عن القلق في اي شخصيه على وجه الارض، ان هو يواجه مخاوفه الاول، يشوف انا قلقان من ايه او ايه اللي خايف منه، سواء موقف في الماضي او التفكير في المستقبل. دول الحاجتين الاثنين اللي بيخلوا الانسان قلقان، يا موقف حصل له في الماضي وخايف يتكرر قدام ويأثر عليه نفسيا مستقبلا، او دايما الشخص دوت دائم التفكير في المستقبل وخايف. ده بيرجع لقله ثقه في النفس، عدم قرايه، عدم ثقافه،
تربيه في البيت ممكن قليله، عدم مشاركه اجتماعيه سواء في الاسره او مع الحل ايه يا وليد؟ الحل ايه بصرف النظر عن الحل ان هو يواجه، يشوف انا قلقان من ايه ويبدا يواجه مخاوفه دي، سواء موضوع معين يحكي فيه مع والدته او مع حد قريب منه او مع اخوه او والده، او يقرا عنه ويبدا يطبق ده في يوم في الواقع. يبدا يغير من نفسه، ما يقفش في محلك سر ويقعد يفضل في القلق، لان الانسان دايما بيعيش على الحاجه اللي هو بيمارسها. لو مارست الطمانينه، انت لو في حاجه يعني كونسبت في دماغك انت بتمارس الحاجه دي او مقتنع بيها، هتبدا كل حاجه في حياتك تتحول ليه. يعني انت قلقان هتمارس القلق، فهتتنيك طول عمرك قلقان. لو بتمارس الطمانينه هتعود نفسك على الطمانينه، فدايما هتحاول تلاقي حل لاي مشكله عندك، فبالتالي القلق بتاعك هيقل. عن طريق بقى الفضفضه، الناس اللي اتكلمت برضه كلها قالت افكار كلها كويسه. عن طريق الفضفضه مع حد قريب مني، ان انا اقرا في الموضوع ده انا قلقان منه، اسال مجرب عن الحاجه اللي انا قلقان منها، اسال حد عملها قبل كده وطلع منها ازاي. الصلاه رقم واحد. الانسان ما يسيبش صلاته، ما يسيبش نفسه للشيطان يستفرد بيه ويوديه في بحر بعيد خالص يشرد بذهنه. كل ما تبعد عن ربنا تشرد بذهنك لافكار سلبيه. دايما افكر ايجابي، ما افكرش سلبي خالص. احاول افكر دايما ايجابي، ان انا شخص ناجح، وما اعاقبش نفسي. دايما اغفر لنفسي اخطائي. يعني انا قلقان من حاجه، انا مثلا الوم نفسي، لا ما الومش نفسي، عادي، كل انسان بيخطئ. اغفر لنفسي دايما واشجع نفسي ان انا لا كويس وعادي غلطت، والناس كلها غلط، عادي اشجع نفسي. ما صدقش كل حاجه انا قلقان منها جوايا. ممكن اكون انا عايش في وهم، ممكن اكون انا الفكره دي في وهم في دماغي، يعني ممكن اكون انا مديها اكبر من حقها. ما صدقش اي فكره قلق جوايا. ممارسه الرياضه مهمه جدا. يعني انت وجهه نظرك الاساسيه هي المواجهه يا وليد، عشان ندي فرصه لباقي الناس، مواجهه المخاوف وان الواحد يواجه مخاوفه. تمام يا وليد، شكرا ليك وليد تيسير، نورتنا. شكرا وليد كان ليه جدا. وجهه نظر وقال كذا حاجه وتمام. ولا رضوان؟ يا جماعة ازيكم؟ اهلا، ازيك؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. انا كنت عايزة اسمع، بس يعني احمد قال لي اشارك، فحاسة ان انا اجابتي هتبقى يعني الناس كلها عندها حاجات واستعدادات وخطط وحاجات بمنتهى البساطة. ساعات ما حدش بيعرف يعمل اي حاجة. فاللي انا عملته علشان الموضوع القلق ده، بدأت ثيرابي كده من كام شهر، وبصراحة ندمانة قوي ان انا ما بدأتش ده من زمان. ظبط كل الحاجات، يعني ظبط اكتر حاجة نفعتني بصراحة. يعني طبعا قبل كده كنت بعمل الحاجات بقى اللي انا بحبها، بنتمشى، بنكلم حد بنحبه. كل واحد بقى بيبقى عنده طقوس روحانية بيعملها او ايا كان. الحاجات دي بتحل حل مؤقت، يعني بحس ان انا احسن دلوقتي، بس still الحاجات بتبقى موجودة. الحاجات اللي هي الكبيرة موجودة، اللي انت قلقان منها، جذور الحاجات موجودة. فلما بدأت ثيرابي الصراحة حسيت اللي هو يعني كأني كنت لسه بتكلم مع حد من صحابي، كأني كنت عايشة بقالي كتير قوي مع شخص مش عارفاه، او كأني عندي طفل صغير بس هو انا كبير. فبدأت اتعامل مع نفسي من الاول خالص، بدأت اعرفني من الاول، والحاجات دي مع الدكتور واحدة واحدة بدأت اعرف هي جاية منين. فدي اكتر حاجة بصراحة نفعتني قوي. طبعا 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 الناس بقى صحابك اللي بجد والناس اللي بتحبهم في الفترة دي لازم يكونوا موجودين قريب. دي اكتر تاني حاجة نفعتني. بس بمنتهى البساطة، بس علشان بجد انا جربت اعمل كل الحاجات اللي هي لا خلينا نفكر ايجابي، وخلينا يبقى عندنا بلان لليوم، وخلينا ننزل نروح الجيم، وخلينا عملت كل الحاجات دي. هي بجد بتفيد كويسة، بس هي عاملة زي حبيت المسكن، هي خلاص بتروح كمان ساعة او بتروح كمان نص ساعة. بس كده. طب ممكن تدي الناس فكرة هقولها؟ طبعا الموضوع بيختلف، واكيد بيختلف من مكان لمكان، وبيختلف من حد لحد. بس ممكن تدينا فكرة عن تكلفة الموضوع ده؟ خدت منك وقت قد ايه، وخدت منك فلوس قد ايه؟ ممكن الناس مثلا تفتكر الموضوع غالي قوي بشكل مبالغ فيه، فما يقدروش ان هم يعملوه.
في حين إن هو ممكن مثلا يكون يعني في متناول ناس كتير. فقولي لنا برضو المعلومة دي علشان تبقى الصورة كاملة عند بعض الناس. بص، هو تكلفة الوقت ان انا اقتنع يعني بالفكرة واروح ابدأ، بصراحة كنت بعمل زي اظن اغلب الناس، كنت مستهونة قوي بالموضوع. يعني كنت بقى فاكرة ان هو عارفين فيلم حب البنات كده، اللي هو هروح بقى ها وانتي ايه مشاكلك بقى انسة غادة. لا، هو الموضوع مش كده خالص. كنت فاكرة ان هو هيبقى فاني او ايوه، وبعدين بعد ما اتكلم اقول الحاجات اللي مضايقاني. بعدين بدأت ادخل في مرحلة كده اللي هو انا بدأت يبقى عندي انعدام رغبة في انه، او حاسة ان انا مش حاسة ان الحاجات هتتحسن. فواحد صديقي بصراحة هو اللي كان ليه فضل ان يعني نبدأ الموضوع ده، اقترح كده في الوقت ده. فبدأته علشان كنت حاسة ان هو اخر الاوبشنز اللي معايا، اللي هو طيب خلاص ما فيش اي حاجة نافعة، وانا حاسة ان انا الحاجة الوحيدة الكويسة في يومي او في حياتي هي شغلي عشان بحبه. فكنت خايفة قوي ده كمان يبطل يبقى بيبسطني. فبدأت على طول. وزي ما قلت لك انا ندمانه قوي ان انا ما بداتش كده من زمان، من اول ما بدات احس ان انا مقريفه حبه من الوقت او بتاع. تاني حاجه الاسعار. بص، هو في، لا يعني هو في على حسب انت هتختار تروح فين. في من اول الفلوس اللي احنا ممكن ندفعها في خروجه متوسطه، لحد لو انت بقى عايز تروح لحد يعني خلاص يعني الحالة صعبة شوية، او انت عايز تروح لحد بعينه عشان حد تاني يجربه، فبيبقى اغلى حبة. بس اظن انه اغلبنا لو عرف يحط الموضوع ده اولوية هيعرف يعمله. يعني اولوية انه ممكن ما يخرجش مرة في الاسبوع ويعمل كده. اولوية انه انا طبعا مش بقول لحد يعمل ايه وما يعملش ايه، بس قصدي انه انت بتتكلمي عن تجربتك وبتدي نصيحه بناء على تجربه، مبنيه على اساس تجربتك. مفهوم. يعني هو مش غالي لدرجة اللي هو التقدير او حاجة. بالعكس، احنا انت لما تجرب الموضوع وتلاقيه يعني هتلاقيه مفيد معاك، لا هتحس ان الفلوس حطيتها في مكانها الصح. بالعكس، او ده بالذات بتكلم فيه عن حالتي الشخصية، انه انت لما بتبقى حاسس ان انت احسن بتعرف تشتغل احسن، بتعرف تشتغل اكتر، فبتعمل فلوس اكتر، بتعرف تروح يعني الموضوع بيجي. بس هو بجد الحاجة الوحيدة اللي الفلوس هتتحط فيها وهترجع بفايدة هو انت بقى على كل المستويات. اللي بيحطها في جيم عشان هو محتاج كده، انا حاسة انه اهم من كل ده ثيرابي. وبصراحة برضو الجيم نفعني جامد قوي قوي. يعني تقريبا قعدت اتمرن كتير قوي ايام ما كنت قلقانه جامد ومش بعرف انام وبتاع. بس برضو اتغشمت كده سنه، بقيت اتمرن جامد علشان اهرب من الموضوع. بعدين عرفنا ان ده مش صح، فقعدنا بعد المراجعه شويه، قعدنا يبقى في بالانس شويه في الموضوع. فيعني اللي انا عايزه اقوله عشان بس مطولش عليكم في ناس كتير، هو قرار محدش هيندم عليه. وحتى لو حد بدأ والدكتور أو الدكتورة اللي بدأ معاها ما ظبطش، جربوا حد تاني. هو عادي زي دكتور السنان، يعني لو حد كانت ايده تقيلة عليك هتلاقي حد تاني أحسن. طب انت خدتي وقت قد ايه يا ولا في ايه بالظبط؟ عشان تقدري تقولي انا انا استفدت والموضوع خلاص جاب معايا نتيجه؟ وانا طبعا بتختلف اكيد من واحد للتاني، يعني مش كل لا الناس مش كتير خالص. انا بقالي 3 شهور. تمام. مش كتير خالص. انا حاسه بفرق من اول شهر ونص كده تقريبا. بدأت انام، يعني بدأت انام كويس يعني، او بدأت انام في المطلق. يعني اول ما كنتش بنام، وكان عندي يعني ظروف شخصية كده، يعني فقدت حد من ناس قريبين مني. فكنت دايما بحس انه انا يعني كنت دايما بحس بمسؤولية انه كنت اقدر اعمل حاجة عشان اخلي اللي حصل ده ما يحصلش، او يبقى اهدى، او يبقى اخف على الشخص ده. فما كنتش بعرف انام بقى خالص. يعني كنت كل ما انام احس، يعني كنت بحلم احلام غريبة هي مش تفكيري ومش معتقداتي ومش حاجتي وبتاع. فمن اول شهر ونص الحاجات دي بدأت تهدى خالص. دلوقتي مفيش اي حاجة، انا سهرانة عشان بخلص شغل عادي ونمت بالنهار.
فلا يعني انا بقالي 3 شهور بالظبط، وبجد ده من احسن الحاجات اللي عملتها في حياتي. تمام يا ولا، شكرا ليك. عايز اسالك على حاجه اخيره بعد طبعا اذنك. اتفضل. اكيد. اللي عايز يبدا يدور فين او يدور منين او يعمل سيرش ازاي يعني؟ بصوا، في على حسب هو عايز يبدأ اونلاين ولا يروح لدكتور. في شيزلونج، معرفش سمعتوا عنها ولا لأ. طبعا. شيزلونج اكشلي صاحب شيزلونج هو صديقي اللي شجعني على ان انا ابدأ. هو اسمه محمد علاء، هو صاحب الشركة. فشيزلونج عليها ناس كتير قوي، دكاترة ستات ورجالة، اسعار يعني في المتناول. لو حد عايز يروح سيشن او حد عايز يبدأ اونلاين، دي الحاجة الوحيدة اللي انا ما جربتهاش بس اثق فيها. يعني انا ما جربتش الشيزلونج، انا بروح لدكتور مش على الابلكيشن. يعني حسيت ان انا محتاجة ابدأ يعني في مكان مش اونلاين. او اول ما بدأت اصلا قعدت اسبوعين بروح مرتين في الاسبوع. بعدين علشان الدنيا كانت مش ظابطة خالص، بعدين بدأنا كل اسبوع. بعدين دلوقتي بروح كل اسبوعين، وساعات بسكب اسبوع علشان بحس ان انا كويسه او ورايا حاجات تانية. بكلم الدكتور بيقول لي اتس اوكي عادي. فشيزلونج هي الحاجه عشان انا عارفه الناس اللي بتشتغل هناك، وعارفه المانجمنت، وعارفه هما بيديروا الموضوع ازاي. ده اللي انا اقدر ارشحه بصراحه. لو حد عايز حاجات تانية ممكن اسال صحابي وارجع لكم تاني، بس دول اللي انا واثقه فيهم. تمام يا ولا، شكرا ليك يا ولا، نورتينا. طيب بيسان، بالمناسبه قبل ما نبدا بس مع بيسان، موقع شيزلونج هو موقع فيه دكاتره نفسيين. بتختار طريقه التواصل معاهم. اولا في تشكيله من الدكاتره النفسيين كبيره جدا. انا اعرف الموقع ده تقريبا من 2 سنين. موقع محترم جدا، الناس القائمين عليه ناس محترمين جدا جدا. في تشكيله كبيره جدا من الاطباء النفسيين. بتختار عايز تتواصل ازاي معاهم. في حد بتتواصل معاه كانوا عاملين اوبشن، معرفش ده اتغير ولا هو يعني. انا مش فاكر بالظبط، لان شيزلونج هو يعني في موقع زيه بالظبط اجنبي بالظبط امريكي. فانا مش فاكر مين فيهم اللي كان بيعمل الحاجه دي. يمكن هما الاثنين بيعملوها. بيخليك تختار الدكتور، سنه، وفي معلومات عن كل دكتور. لو انت بنت عايزه تتكلمي مع بنت او عايزه دكتوره بنت فبتلاقي ده، او لو ولد عايز ولد او بتلاقي ده. فاهم؟ في تشكيل عدد كبير ضخم جدا. مجرد ما بتختار الدكتور بتختار طريقه التواصل معاه. في ناس تقول لك لا انا عايز اتواصل معاه صوت، فبتتكلم معاه بالصوت. في ناس تتكلم معاه بالشات، في ناس تتكلم بالفيديو. فهم عاملين الاوبشنز دي. فموقع شيزلونج من المواقع اللي بتقدم الخدمه دي في الوطن العربي. وانا شفت الموقع ده واتعاملت مره واحده معاه، بس كان بغرض صحفي كده، والموقع فعلا لطيف يعني. فيلا نكمل. بيسان، مرحبا. ازيك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله كله بخير. أنا حابة أتكلم في حاجة صراحة من أول نفسي أسلط الضوء عليها. عارفة إنه في كتير بنات بيمروا فيها، بس مع الأسف إنه مش كتير بيتكلموا فيها. وأنا من الناس اللي مريت في هذه الحاجة. أنا من الناس اللي كنت خلال فترة الخطوبة ما قبل الزواج كان عندي خوف وقلق ما أحد هيتخيله في العالم. واكتشفت إنه يعني أنا من البنات اللي عمري ما تخيلت إني أنا لما قبل مرحلة الزواج أعاني من هذه الأعراض للأمانة. يعني ما عمري حسيت نفسي إنه أنا بستغرب الفكرة، عارف؟ بس لما انحطيت في الواقع وتجربتي الشخصية، أنا من الناس اللي جدا كان عندي قلق مفرط. يعني حابة أقول لكل بنت بتمر بهذه الأشياء، مشاعرك طبيعية جدا، مشاعرك مقبولة جدا. بس إحنا في مجتمع يعني أول حاجة مبدأ المقارنات، هذا مبدأ يعني يا ريت نشيله من العالم كله. عارف أنت بتنحطي لو أنت قلتي لأحد إنك أنت خايفة ولا قلقانة، مبدئيا كأنك محط للسخرية والاستهزاء، إنه هو حاجة غريبة جدا. إنه أنت كيف يعني خايفة؟ مستحيل، هذا استهبال، هذا مزح، مش قابل أبدا للواقعية. يعني بتدخلي في مرحلة إنه أنت أصلا ما في أحد مستعد فعلا يساعدك بشكل حقيقي، لأنه ما في أحد فاهم مخاوفك بشكل حقيقي فعلا. يعني أنا قعدت فترة طويلة أسمع نصايح من هنا ومن هنا ومن هنا، لدرجة أولها كنت أحس نفسي غلط. حرفيا كنت أقول أنا فيها مشكلة،
من كلام الناس، كنت أقول لا أنا شكلي فيا مشكلة. فتحت أفتح في جوجل يوتيوب ونصايح وكيف الوحدة تتعود وكيف الوحدة ما تخاف، برضو ما جاب نتيجة. يوم يجيب نتيجة 10 لا. بعدين استوعبت حاجة معينة، إنه أنا طبيعي أعيش هذه الأشياء. أنا تعاملي بالموضوع أو طريقة ردة فعلي غير عن صاحبتي، غير عن أختي، غير عن بنت خالتي. مش معناها إنه أنا مش طبيعية، مش معناها إني أنا اللي غلط، لا. كل إنسان يعني سبحان الله بيتعامل مع مواقف بردات فعل معينة. مش كلنا نملك نفس التصرفات، مش كلنا نملك نفس الطبيعة، هي بتختلف من شخص لشخص. يعني أنا كنت خايفة من المرحلة الانتقالية نفسها، عارف، مش من الشخص نفسه أبدا، بالعكس. يعني أنا زوجي جدا متفهم يعني شريكي فعلا، بس سبحان الله أنا كنت المرحلة الانتقالية خايفة منها إني أسيب أهلي. شوية كان عندي رعب من الموضوع، يعني ما كنت بتقبل الفكرة زي بعض البنات بسهولة صراحة. وحسيت ما في أحد بيسلط الضوء على هذا الموضوع أبدا، بالعكس. يعني فعلا أنا يعني الموضوع إذا كان شوية مني، كلام الناس كتير فعلا زاد الموضوع عندي، عارف. كنت أحس إنه في تعليقات غبية حتى من أقرب الناس إلي، عارف صراحة. يعني حتى صحباتي كنت مرات أحس إنه كأنه غلط إنه الواحد يعبر عن هذه الأشياء، مش كل الناس بتفهمك بشكل صح أبدا. صحيح. بس اكتشفت إنه الواحد لازم يعرف يتعامل. يعني أنت في النهاية لما توصل لمرحلة عن جد أنت مش عارفة تتعاملي مع نفسك، أنت لازم تساعدي نفسك أبدا. لأنه الموضوع ترى إله، يعني أنا كان عندي نزول بالوزن شديد، عندي كان أرق، كنت أنا فعلا يعني عارف حساسية شديدة، ما كنت أتحمل كلمة من أحد، كنت أنفعل بسرعة عكس شخصيتي. يعني أنا مش انفعالية ولا حساسة لهذه الدرجة، بس وقتها من كتر الضغط النفسي عارفة والستريس والقلق سبحان الله ترى تطلع لك أعراض أصلا تانية. ففعلا الواحد لازم يساعد نفسه. يعني أنت لو وصلتي لمرحلة ما وحسيتي إنه ما في ولا طريقة بتجيب معاكي، لازم تبدأ تشوفي طريقة تتصرف فيها مع نفسك. طيب سؤال يا بسام، هل في مرة وصلك القلق ان انت مش عايزة تقابلي حد وطول قوي معاكي، خد وقت معاكي طويل جدا وخلاكي لا أنا كنت بالعكس، عارف، أنا كنت أقعد مع كل الناس، بس أنا عقلي في مكان تاني. أنا عقلي بيقول لي كيف حتتزوجي، كيف حتعيشي، طيب كيف مع إنسان غريب، هل حياتك حتتغير، هل حيكون نفس أطباعك. يعني ألاقي نفسي أنا في عالم تاني، عارف. أنا الأسئلة ما بتوقف في مخي، كيف حياتك حتكون بعد 5 سنين، يعني أسئلة وراء أسئلة عارف. هذه أنا كنت كده، يعني أنا كنت أحس الناس في عالم وأنا في عالم، أنا مش مع الدنيا أبدا، عقلي في مكان آخر حرفيا. فهمت. وصلت يا بسام. أيوة، مشكلة، عارف إنه فعلا أبدا مش كثير بنات بتتكلم في هذا الموضوع. ويعني من قلبي لكل بنت بتمر بهذه النقطة، مشاعرك طبيعية مقبولة ولازم تتصرفي معاها. إذا حسيتي إنه أنت محتاج تروحي دكتور لازم تروحي، ومش عيب، وعادي جدا 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 عادي. بالنهاية هذه مشكلتك أنت، ما حد حيحس فيها غيرك أنت أكتر واحدة عارفة كيف الطريقة الصح إنك تتعاملي فيها مع نفسك، مش نصيحة فلانة ولا طريقة بنت خالتك ولا أختك ولا صاحبتك أبدا. هذا اللي أنا تمام حابة أقوله بس. تمام يا بسام، وصلت رسالتك والبنات سمعوها، واكيد هتفرق مع ناس كتير منهم. شكرا ليك يا بسام. عفوا، يعطيك العافية. طيب ندى. صباح الخير تامر، ازيك؟ صباح الفل، ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا تامر. انا عندي رأي في موضوع القلق ده. هو درجات وانواع، وفي قلق جامد وفي قلق بسيط وفي قلق على حاجة كبيرة وفي قلق من الحياة بصفة عامة. لو في قلق من حاجة معينة لازم تتواجه، لازم نواجهها. يعني زي ما بقول لك وقوع البلا ولا انتظار، زي ما هتيجي، بس لازم نواجه الموقف. علشان لو احنا في يوم من الايام كده هنواجهه، لا، بدل ما نقعد فتره طويله متوترين وقلقانين، لا احنا نواجهه ونخلص منه من الاول كده، وزي ما تيجي واللي هيحصل يحصل. بس المواجهه في الحاجات اللي زي دي بتاثر مشاوير قلق كتيره قوي.
دي حاجة. الحاجة بقى اللي هي حسب درجة القلق، يعني في قلق بيبقى فعلا ملوش حل، يعني أنا مش عارفة مش لاقي حاجة أعملها، أنا دي بلجأ فيها لربنا بس بطقوس معينة، مش يعني احنا بنصلي صلواتنا تمام، لا هي لازم يكون فيها توجه لربنا بطقوس معين، اللي هو نور الأوضة الأباجورة يكون واطي وقاعدة فيها لوحدي وبصلي وبقرا القرآن، دي لحظة اختلاء مع ربنا، دي لأن أنا مش لاقي حل، يعني خلاص الموضوع صعب، مش عارفة أعمل إيه، برمي حمولي على ربنا، بتعمل لي راحة نفسية، اللي هو خلاص أنا ربنا اللي هيلاقي لي الحل. ساعات الكلام بيبقى الكلام مع الناس كويس وبيطلع طاقة، بس ساعات الكلام بيبقى بيوجع قوي 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 لدرجة إن الواحد مش قادر يطلعه، يعني مش قادر يقوله، يعني في كلام عادي، مشكلة توتر قلق ماشي نحكي فيه، كلام بيوجع قوي الواحد فعلا مش قادر يطلعه ويقوله من كتر ما هو لا هيوجعه اكتر لو اتكلم فيه. اخر حاجة بقى، معلش طولت عليك يا تامر، لا اتفضل. اخر حاجة بقى انا شايفة انها حاجة بسيطة جدا لما بيبقى توتر في الحياة بقى العادي بقى، حاجة بسيطة جدا، الخيال. الخيال هو فعلا لنا في الخيال حياة، ما يجريش حاجة، قليل من الخيال لا يضر، اللي هو انا كمان، وبرده ده ليه طقوس لو في توتر، اللي هو انا اصلا من مدينة ساحلية، قبل ما اجي اتنقل اقعد في القاهرة، فالبيت عندنا بيبص على المية من كل النواحي، لازم فترة بالليل خالص الكل نايم اجيب فنجان القهوة بتاعي واحط السماعات، اسمع ام كلثوم او عبد الوهاب بس مش اي حد تاني، وابص للمية ونور القمر اللي بيبقى على المية، واتخيل اي حياه ممكن تكون مش حقيقيه، اي مثلا انا خرجت من الموقف اللي انا فيه ده بصوره خياليه ماشي مش مشكله، المهم ان انا دي سببت لي راحه نفسيه، حتى لما اتنقلت القاهره بقيت بعمل كده برضه، اللي هو فنجان القهوه بتاعي بالعده بتاعتي قاعده فيه في البلكونه، حتى ابني عارف ان انا لما عندي المرحله دي اللي حتى فيها بسمع ام كلثوم او عبد الوهاب بس، وسرحانه بقى في الفضاء في السماء، ما يقربش مني، ويعرف ان دي الحته الايه اللي ما حدش قرب بقى خلاص لوحدها. اتخيل انا طبعا هو مش صح ان الواحد يعيش في تخيلات ويسيطر عليه، لكن شويه خيال ان الدنيا ممكن تكون تتغير وتبقى غير كده، ممكن بقوم من النوم ماشي حلو والله برضو غيرت ان ممكن اتخيل بقى كل حاجه انا نفسي فيها لغايه، وعلى فكره ده بيعيش معايا فترات طويله في التوتر لغايه ما الحاجه اللي موتراني تخلص، مجرد ما بتخلص انا خيالي ده بيقف خلاص، ما خلصنا من التوتر فخيالي ما يبقاش مسيطر، ان انا بس حلو فعلا لينا في الخيال حياه، ممكن اتخيل في كل حاجه انا نفسي فيها وانا قاعده قدام الميه ببص على الميه واتخيل هو حد شريكي في دماغي وبنبسط، بتبسطني بتريحني لغايه ما توتري يخلص او تخلص على طول بقى خلاص، ما اقعدش بقى عايشه متوقعه فيها. وعلى فكره موضوع الدكاتره النفسيين مهم جدا، لو فعلا حد عايز يتكلم مع حد ما يعرفوش، ما عندوش خلفيه عنه ولا هيقابله بعد كده، وهم ليهم طريقه كويس جدا للي يقدر يوصل للمرحله دي ويقتنع اصلا ان هو يروح يتكلم مع حد انه عنده مشكله، ده مهم جدا. وانا بحب الخيال يا تامر. حلو تمام يا ندى، والله بص يا ندى انت قلتي كام حاجه كده، اعتقد لو كل الناس مشوا بيهم وعملوهم الموضوع لطيف يعني، بالذات موضوع القعده ده والسرحان في السماء وسماع شويه مزيكا كده حلوين، اعتقد دول هيقلوا كتير من التوتر يعني. يقلوا من التوتر يعملوا مديتيشن. بالظبط شكرا ليك يا ندى، شكرا يا ندى محفوظ، انا اللي شكرا شكرا قوي، ميرسي قوي يا تامر، مع السلامه. عايز احكي لكم عن حاجه على ذكر برضو موضوع القلق والتوتر. اغلبنا وده بحسب دراسات بحثيه موجوده في لحظه واحده بس، اقفل المايك عشان في مايك مفتوح. ندى ماشي استاذنك ان انت بس اقفلي المايك. طيب
في مستشفى بتاعه الطب النفسي، واحده من اكبر مستشفيات الطب النفسي في امريكا يعني والعالم، اسمها جونز هوبكنز. بتقول ان احنا اغلبنا بحسب دراسات هم عاملينها، يعني دراسات بحثيه اتعملت في التسعينات، بيقولوا ان احنا اغلبنا لو ما كناش كلنا يعني بدرجات متفاوته مصابين بنوع مبهم من مرض نفسي اسمه الاضطراب القلقي. في نفس المسار ده كان في حكايه من اكتر من 50 سنه عن طفله صغيره اسمها تيري إلدرز. تيري من وهي عندها 5 سنين كان مبدأها اللي ماشيه بيه جمله من كلمتين: ماذا لو. قلق وتوتر مبهم مش لسبب مفهوم، وهي عندها 5 سنين. خدوا بالكم من السن، يعني من 50 سنه. ماذا لو، كل حاجه ماذا لو. يجي حد يزورهم في البيت وبمجرد ما تسمع رنة جرس الباب تدخل اوضتها وتتكلفت بالغطا بتاعها وتنام كده في وضع الجنين وتضم ركبتها في صدرها وتشبك دراعاتها حواليهم وتقول لنفسها ايه: ماذا لو سالني احدهم سؤالا واحرجني. يا بنتي انت بتطلعي لا 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 لا، ماذا لو. هي اكيد مش بتكره الناس، يعني ان هي شخصيه حبوه ودمها خفيف بطبعها، بس هي بتقلق من مواجهتهم. طب ده اثناء زياره الضيوف. طب دي هي كمان كانت بتحب تنام ونور الاوضه منور. طب ليه يا بنتي تنامي ونور الاوضه منور؟ ما كده كنتي متغطيه والدنيا ضلمه، يعني انت اصلا مغطيه راسك تحت الغطا، ليه مشغله النور يعني؟ لا برضو كده. طيب في ايام الدراسه الابتدائيه في الحي الريفي اللي هم ساكنين فيه في جنوب كاليفورنيا، ما كانش الاهالي بيوصلوا اولادهم بالعربيات الخاصه بتاعتهم للمدارس، لان كلها 3 شوارع بس يعني، فمش مستاهله. فكانوا بيكتفوا بالتنبيه عليهم زي عندنا في مصر كده: خدوا بالكم وانتوا بتعدوا الطريق، بص يمين وشمال وتاكيد ان مفيش عربيات الاول. العيال كلهم كانوا بيوصلوا بسرعه عشان بيبقوا مركزين انهم يعدوا الطريق في اقصر وقت يروحوا البيت يعني. لكن الوحيده اللي كانت بتطول قوي وكان ليها نظريه مختلفه هي تيري. ليه؟ لسه تيري كانت بتمشي على الرصيف واحده واحده في خط متعرج مش مستقيم، وهي بتعد عدد الالغام الارضيه الخياليه اللي هي لازم تتجنبها عشان تفضل عايشه. حاجه كده شبه عندنا في مصر زمان لما كنا نيجي نمشي في الشارع فنلاقي حتت معينه بلون معين ندوس عليها من الرصيف ابيض او اسود يعني. لما كبرت شويه وعزلت مع اسرتها وراحوا مدينه اسمها اوريجون، كبر معاها القلق والتوتر. يعني مثلا راحوا يصيفوا، دخلت حته ازاز في رجلها وهي ماشيه على رمل البحر في الشط واتعورت، على نفسها اتسدت من حتى مجرد التمشيه على كورنيش البحر طول عمرها. بعد كده تقعد تقول لك ايه: ماذا لو جرحتني قطعه زجاج اخرى، لقد المني الامر حينها ولا ارغب في تكراره. يا بنت الناس، انت قلقانه وانت حتى لابسه جزمه. خلاص بقيت قلقانه، اتقفلت من موضوع البحر. الدكتور في الكليه بتاعتها يعني لما كبرت شويه قرر ان في اجزاء هامشيه للتوضيح بس، مش هيجي منها في الامتحان حاجه، هو قايل كده بنفسه. وهناك مش زي عندنا، مش يجي يقول لك مش جاي يروح جايب، لا هناك مش جاي فعلا مش جاي. حاجات كده هامشيه في المنهج، قال لهم دي مش جايه في الامتحان، دي بس حاطها عشان توضح لكم يعني. تيري تقرر ان هي تذاكر كل حاجه حتى الحاجات الهامشيه دي. تقول لك: ماذا لو غير رايه وفوجئت بها بين سطور الامتحان. يا بنت الناس مش هيصيع عليك، انت مش في مصر. لا ماذا لو واحده صاحبتها فركشت مع حبيبها عشان طلع ندل وعيل وخاين، فتيري اللي ملهاش علاقه بالموضوع اصلا تتقفل من الرجاله كلهم. تقول لك: ماذا لو ارتبطت بشخص وكان سيء، لقد رايت قلب صديقتي يتحطم. يا بنتي وانت مالك، انت دي هي حدوته ثانيه خالص. لا، تكبر تيري اكتر واكتر ويكبر معاها القلق اكتر واكتر بزياده، وراحت عاشت لوحدها في بيت منفصل زي اغلب الامريكان ما بيعملوا يعني بعد ما عدت 19 سنه. وبدات في تخزين اكل كتير في الثلاجه، معلبات تونه وفول واكياس شوربه وشعريه وهيصه. ولما كانت تتسال بتعملي كده ليه، قالت لك: ماذا لو حدث حرب ومجاعه واختفى الاكل، الا يجب ان اكون مستعده. مجاعه فين؟ في امريكا؟ يخرب بيتك. ده قبل ما تخرج من البيت كمان كانت بتتاكد مليون مره من وجود المفاتيح في جيبها، وتعدها مره واثنين وثلاثه وعشرة، مع ان هي اساسا عمر ما ضاع منها اي مفتاح قبل كده. تقول لك: ماذا لو وقع احد المفاتيح يعني او ضاع ونسيته، هل ابيت في الشارع؟ بس لان مفيش حد اكبر من سنه، اكبر من سنه الحياه ولا من الحب، اتجوزت تيري من واحد اسمه زاك. ولان مفيش حاجه بتحصل جوانا او حوالينا صدفه وكله مترتب تمام التمام بايد ربنا، زاك اللي كان طبعا لاحظ الثغره اللي في شخصيه تيري دي بدري كان مهتم بالقرايه اكتر في علم النفس وتفاصيله، وبدا يربط اللي بيشوفه من تصرفاتها باللي هو بيقراه. هو في الحقيقه كان بدا يتعايش مع طبع مراته ويتصالح معاه، بس كان حاسس ان ده بيخليها دايما في حاله تنشنه
لحاجات اغلبها ملهاش مبرر طبيعي وممكن ما تحصلش اصلا، يعني خايفه من حاجات ممكن فعلا ما تحصلش، لحد ما وقع تحت ايده كتاب مهم في علم النفس يعتبر واحد من علامات العلم ده، يعني رغم ان هو متالف من حوالي 100 سنه. آه، آه، وبينده مراته عشان يحكي لها عن اللي هو قراه في الكتاب ده. الكتاب ده هو السيكولوجيا النفسيه لعالم علم النفس سيجموند فرويد. بيقول ايه بقى في مقدمه الكتاب؟ بيقول لك 85% من الاشخاص اللي بيقلقوا من حاجات مش هتحصل اصلا. يعني ايه؟ يعني مهما كانت كميه قلقك، غالبا القلق اللي انت حاسس بيه غالبا مش هيحصل منه حاجه. طب وال 15% الباقيه مش يمكن يكون منهم؟ ممكن طبعا، بس دول بيحصل لهم الحاجات اللي بيقلقوا منها، لكن بيكون لها شواهد حقيقيه وملموسه ولحظيه في وقتها. ازاي؟ يعني ما ينفعش مثلا تشوف بيتك النار مولعه فيه وانت واقف بره وتقول انا عايز ادخل اجيب الموبايل بتاعي من جوه بس قلقان اموت. لا، ما انت هتموت، ما تبقاش اهبل، بلاش غباوه. تمام كده. ما ينفعش تقول فلان الفلاني كان خايم معايا في موقف واثنين وثلاثه وعشرة وكل الدلائل بتقول ان هو زفت، ومع ذلك هتعامل معاه المره دي وان شاء الله مش هيطلع وحش للمره 15. وحياه خالتك ايه اللي هيخليه ما يطلعش وحش؟ ما هو طلع وحش قبل كده 14 مره يعني. اغلبنا عندنا اضطراب قلقي، بس مش اغلبنا يعرفوا ان اغلبنا من ال 85%. تيري اقتنعت بكلام زاك جدا وبدأ الموضوع يختفي تدريجيا منها، وحتى لما كانت بعد كده تتلخبط وتظهر عليها بوادر الاضطراب القلقي ده، كان زاك بدون ما يعاتب ولا ينتقد يبص لها كده بصه كده ويفكرها بالنظريه، يقول لها تيري ال 85%، فتفتكر الموقف. ف قصه تيري من الحاجات اللي انا بحبها جدا، واللي انا يعني بفتكرها دايما، ودايما بحس ان هي قصه بتعبر عن اللي احنا بنتكلم عنه ده ايه. فاتمنى تكون المعنى بتاعها وصل لكم. يلا بينا نكمل. خلود. صباح الخير. صباح النور. هو أنا بس كنت عاوزة أوضح في البداية إنه عموما هو بالنسبة لي التسليم لأقدار الله هو السلام الأبدي. الإنسان بطبعه يعني خلق هلوع، يعني بالنسبة لأي حاجة بتحصل له هو دايما محدودية تفكيره بتصور له سيناريوهات مستحيل إن هي تحصل أو حتى إذا حصلت، فهو بس بيحس بإنه في قلق أو في هلع، ودايما متحفز لإنه الحاجة السيئة دي هي اللي هتحصل له. بس ده بسبب إن هو شوية محدود التفكير، وإن هو يعني مش عالم بالغيب، فالتسليم لأقدار الله في الوقت ده هو بيكون أفضل حل. بالإضافة إلى إنه أنا مؤمنة جدا بالمقولة اللي بتقول إنه ما لا يجدى بالفكر يجدى بالذكر، فدايما إنه ذكر الله في الوقت ده بيكون حل كويس. اللجوء ليه إنه نصلي قضاء حاجة للحاجة اللي هي بتزعجنا، ده بيكون حاجة كويسة. بالإضافة كمان إذا في حاجة بنحاول دايما إن احنا نفصل بيها عن أي حد أو أي حاجة بتقلقنا، نحاول إن احنا نعملها. يعني أنا بالنسبة لي دايما بكتب، أنا بحب الكتابة، فدايما بكتب الحاجات اللي بكون حابة إني أسمعها لنفسي أو إن أنا حابة إني أأكدها لنفسي في الوقت ده، فبعمل كده. بالإضافة كمان إني بقرأ، بحاول أسحل نفسي في كتاب أنا بحبه وحاسة إنه هيساعدني إني أفصل عن كل الناس اللي حواليا. بس ده طبعا لو كان القلق دوت درجته وسطية أو درجته عادية، بس العنوان بيقول إنه القلق المفرط. أنا بشوف إنه القلق المفرط في الحالة دي مهما أنا عملت، مهما قربت من ربنا، هو الموضوع مش هيكون ليه علاقة قدر ما هيكون هو محتاج إلى فعليا متخصص. فشوية إحنا بنحاول نعمل الحاجة اللي هي فعليا عاوزين إن احنا نخرج من قلقنا فيها، بس ممكن ما تظبطش. في الكيس دي وقتها بيكون القلق غير طبيعي، وبنحتاج وقتها إن احنا فعليا نشوف متخصص. بس دي الحاجة اللي كنت حابة أقولها. تامر انت قافل المايك. انا كنت بقول احمد مجدي. انا حسيت انت بتتكلم وقافل المايك.
بالظبط. صباح الفل. صباح الجمال. مش عارف، حسيت اني قلقت زياده كده في السبيس دي، مش عارف ليه. توترت صح؟ انا بس عايز فكرتني بالحاجات اللي انا بهرب منها يعني. عايز اعتذر لخلود، بس لو انا قفلت انا كنت بقول لها شكرا، انا شكرتها والله، بس ما كنتش واخد بالي ان المايك مقفول، فممكن اكون شكرتها وقفلت عليها من غير ما هي تسمع يعني، فانا بعتذر لها. اتفضل يا ابو حميد، عايزين ما نعرف منك بقى يعني والله هو الموضوع بيختلف على حسب القلق ده من حاجه انا خايف انها تحصل ولا ليا يد فيها او ماليش يد فيها. يعني حاجه انا يعني قاعد مستني كده تحصل ولا ما تحصلش. لو اكتر قلق بيوترني فعلا وما بعرفش اتعامل معاه القلق وانا مقصر. يعني الحاجه اللي انا ببقى مقصر فيها دي ما بعرفش اضحك على نفسي او اخبيها او اهرب منها، طالما حاسس ان انا في حاجه كان ممكن اعملها او حاجه انا ما عملتهاش كويس بصراحه يعني. فدي حلها ان انا اصلح المسار واعمل الحاجه اللي عليا. مجرد ما اعمل الحاجه اللي عليا فعلا بعرف بعد كده اتعامل بقى واناور بقى القلق ده يعني خلاص انا عملت اللي في ايدي. دايما بقنع نفسي خلاص انا عملت اللي في عليا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانا فعلا ما اعتقدش ان كان في حاجه في ايديا تاني. برضه بتفضل الافكار في الخلفيه، بس دي بقى ممكن الواحد يتعامل معاها مثلا على حسب بقى يعني. ساعات احس ان انا محتاج اخرج اقعد في مكان مفتوح، اخش سينما. دي نادرا لما بتحصل، بس برضه يا سلام لو في حفله لطيفه يعني، دي اكتر حاجه ممكن تفصلني في الدنيا. البراكتس بقى الاشهر والاسهل والاقرب ان انا افتح فيلم انا حافظه تماما، فيلم تافه حافظه بالكلمه، واقعد اتفرج معاه واتفرج عليه واضحك واسرح ويعني ما بقاش مركز معاه قوي يعني، بس يبقى في الخلفيه كده. عاده بتفصل يعني، حاجات بسيطه يعني، بس اهم حاجه بس ما بقاش مقصر. يعني انا وانا مقصر ما فيش حاجه بتنفع يعني. لكن ما عندكش حاجه مثلا يعني يعني حاجه بعينها تذكرها لنا، موقف بعينه تذكره لنا، حاجه معينه بعينها تذكرها لنا القلق عملها فيك؟ والله هو برضه بصراحه الواحد زمان كان بيتوتر جدا، واي حاجه بتحصل ما انا شخص بفكر كتير بصراحه ويعني ممكن اقول لك مثلا ان انا كنت متعود ان انا ما بنامش ليله الامتحان. يعني في الكليه مثلا كنت يعني اغلب الامتحانات كنت بروحها وانا مطبق. كانت امي في البدايه كانت بتستغرب يعني، بتقول لي ما فيش حاجه اسمها كده علميا لازم الواحد يبقى نايم عشان مش عارف ايه. قلت لها ما هو انا بصي يعني انا هخش مش هعرف انام من كتر التفكير، فالوقت ده اذاكر فيه بقى اضيعه في اي حاجه، وما برجع ابقى انام. كنت بروح الامتحان بتنشن ومتوتر جدا، بس كانت بتنفع يعني. بس والله الواحد ابتدى يحس انه التوتر ده بياخد منه وبينقص وبيقلل فرصه في انه يواجه المشكله اللي هو خايف منها. او يعني انا بكره رايح مكان جديد، انا داخل على حاجه جديده، بكره عندي مشكله لازم اتصرف فيها، عندي مشوار رخم. الواحد لما يقعد يقلق ويفكر كتير كده ده انا بكلمك في الحاجات اللي طبعا انت مالكش دخل فيها، بيقلل فرصه انه يعمل الحاجه كويس. يعني مؤخرا بقيت مقتنع بكده. القلق اللي من النوع ده الواحد بيهرب منه، يعني يفضل الواحد يهرب منه. فاخر حل خالص بقى انك تنام. النوم ده اختراع يعني عبقري، اعظم حل مؤقت في العالم يعني لاي مشكله. بالظبط. زي ما كانوا زمان جدودنا وما زالوا حتى اهالينا بيقولوا انه تبات نار تصبح رماد، يعني انت محتاج تفصل، فممكن حتى وجودك في حاجات فعلا انك تفصل عنها، بس ده جزء كبير قوي من الحل. انك تفكر كمان شويه جايز يعني تفكر بطريقه مختلفه او باعصاب اهدى، الموضوع يتحل. بس فكره ان انت بس تطلع نفسك من السبوت السخن ده، هتلاقي نفسك ممكن تتعامل بطريقه احسن. صحيح. احنا على فكره معانا دكتوره يارا اسامه. يارا دكتوره نفسيه شاطره جدا جدا جدا، وصديقه من الطفوله. اهلا وسهلا يارا، ازيك؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ما كنتش احبذ الاستهلال ده، كنت هتكلم كاني مش دكتوره نفسيه. لا كويس برضه عشان الناس تعرف الحيثيه اللي انت بتتكلمي من خلالها. لا انا عجبني اسم السبيس، بس كنت عايزه اقول حاجتين، حاجه يعني تعقيبا على اللي انت قلته، وحاجه عامه يعني. انا بحس يعني انه اهم حاجه في القلق
انه الشخص بس يكون مدرك هو مرضي ولا قلق عادي. فاكتر حاجه يعني عشان مش كلنا دكاتره ومش كلنا عارفين، دايما اكتر حاجه بقولها للناس يعني انه عشان احس ان الحاجه مرضيه او ابتدي اشك يعني انها مرضيه، اهم علامه في المرض النفسي زيها زي المرض العضوي بالظبط، ان هي بدات تاثر ان حياتي ماشيه بشكل طبيعي. يعني انا بدات الاحظ ان القلق ده مخليني مش عارفه اروح الشغل، مش عارفه فانكشن، مش عارفه اتعامل مع جوزي، مش عارفه اركز مع اولادي، مثلا مش راضيه اروح ميتنج مهم، يعني بعمل حاجات لا يعني هتعرقل مسيره حياتي. فدي اهم حاجه، انه يعني هي دي الفيصل ما بين ده قلق عادي اللي هو مثلا احنا مسافرين على الطريق وانا قلقانه شويه وطبيعتي ان انا ببقى متنشنه مثلا طول ما انا سايقه، انا طبيعتي كده قلوقه عادي، بس ده مش مخليني مثلا مش عارفه اسوق، طول ما هو مش مانعني اعمل الحاجه يعني اوكي. لكن لو بدأ يخليني مش عارفه اعمل الحاجات فهو هنا بيبقى مرضي. ومرضي هنا مش معناها يعني ان انا خلاص عندي اضطراب ولازم يعني، بس معناه ان انا ممكن اكون محتاجه مساعده بجد عشان ما اعتادش العراقيل دي. هي بتبقى الفكره ان انا ممكن اتعود على ان انا خلاص انا ما بعرفش اروح ميتنجز مهمه، ما بعرفش اقدم في شغل، ما مش عارف ايه، فابتدي اتحرم من الحاجه دي، وهو اصلا تطلع دي مش شخصيتي ولا حاجه، ده القلق يعني، ده المرض اصلا. يعني انا في العادي هقدر اعمل الحاجات دي لو اتعاملت مع القصه دي بصوره بروفيشنال يعني مع حد. دي بس البوينت اللي كنت عايزه اقولها. تاني حاجه تعقيبا على كلامك انت، عشان انت كنت بتقول انا دايما طول ما انا مش مقصر عادي. انا بس بحس يعني ان احنا بطبيعتنا يعني والطريقه اللي احنا اتربينا بيها، يعني احنا سهل جدا نحس ان احنا مقصرين يعني جدا، بالذات لو طبيعتي بقى اصلا ان انا شخص بيرفكشنست، او انا دايما عايزه الحاجات تحفه، متعلمه كده، مثلا امي معلماني كده، ابويا مربيني بالطريقه دي، هم كانوا كده اصلا مع نفسهم. ف ساعات بيبقى برضو انا يعني ببقى انا الريفرنس بتاع نفسي ان انا ما احسش ان انا مقصره، ويطلع الريفرنس بتاعي ده قاسي جدا، قاسي جدا جدا، فبرضو يطلع مش ده ريفرنس سليم. يعني ابقى انا مثلا شايفه ان انا مقصره حكميا على الامر ان انا مش مقصر، لا انا ممكن ابقى مش مقصر، بس انا يعني باجي على نفسي شويه، فبقنع نفسي ان انا مقصر وفي حاجه كان المفروض تتعمل وانا ما عملتهاش. بالظبط. وده اصلا من كور القلق، ان انا حاسه ان انا مش عامله اللي عليا وانا اصلا عامله اللي عليا. هو اصلا مشكله تعريف القلق ايه؟ هو القلق دايما ان انا شايله هم حاجات بره الكنترول بتاعي. فهي دي الفكره، انه يعني احنا برضو كتير مننا، انا بحس كده الكالتشر بتاعتنا احنا كمصريين وعرب عامه، يعني هي كالتشر احنا اتربينا بطريقه كريتيكال، يعني كنا كتير منتقدين طول الوقت، طول الوقت لا لازم تجيبي احسن نمره، لازم تبقي احسن بنت خالتك، انت مش خسي، انت مش عارف لا ده انت مش راجل، لا ده انت، يعني طول الوقت اي حاجه انا بعملها يعني مش كفايه، مسار نقد. مش كفايه. فمش كفايه، ده بيخلي انا عندي ناقد داخلي. احنا كلنا عندنا حاجه اسمها ناقد داخلي. الناقد الداخلي ده جزء من تكوينه بيبقى عن طريق الاسلوب اللي انا اتربيت بيه. فانا نفسي الناقد الداخلي بتاعي يبقى قاسي اصلا. فعشان كده كنت عايزه اعقب على البوينت دي، عشان هي ساعات بتبقى فخ يا احمد، ان انا اصلا الريفرنس بتاعي ان انا بحس ان انا عامله اللي عليا، ويطلع اصلا انا اللي عليا ده انا حاطه ريفرنس قنبله ضخم، مش حقيقي حاجه بعيده اصلا، بالظبط. فاحس بالتقصير طول الوقت. بالظبط. ودي من البوينتس اللي ممكن احتاج فيها مساعده، ان انا اروح اقول مثلا ساعتها بقى لحد مثلا متخصص او مش متخصص، حد حتى قريب مني او يعرفني او بيحبني، واقول له انا مثلا دلوقتي حاسه ما عملتش اللي عليا عشان كذا كذا. يقول لي لا ومين اللي قال لك ان ده اللي عليكي اصلا؟ انا مثلا حاسه ان ما انا هو عملت. مجرد ان حد يبقى بره الصوره هيبقى حكمه اصدق شويه، او بالظبط. باريحيه انه معلوش ستريس انه التقييم والنقد، يعني هو بالظبط. بيقيم كيس بسيطه يعني بالنسبه له، بالظبط. از لونج ان فساعات هو مش طرف فيها اساسا. بالظبط، عشان ساعات احنا السيلف يعني كريتيك بتاعنا اللي هو النقد الداخلي ده بيبقى عنيف اصلا جدا وقاسي، وهو ده اصلا اللي ممكن يعذبني ويعيشني طول الوقت في انكزايتي. هو يعني مع الوقت، او مش عارف برضو الكلام ده صح الى اي درجه، الواحد بيبتدي يفهم ويستوعب نفسه اكتر، ويحاسب نفسه يعني بفير، يعني لا يعني حاسس نفسه انه راجل
مية مية وعامل اللي عليه وكويس ومش ناقصه حاجة، ولا يجي على نفسه قوي. أنا بحس إن دي درجة من درجات الوعي والإدراك الذاتي، إن البني آدم يبقى عارف فعلا هو واقف فين. يعني ليها علاقة بقى بالسن، بالتجارب، بالخبرات، مش عارف يعني. بس ايوه طبعا. ممكن أقول إن أنا يعني، مش أنا يعني، أو يعني بقدر يعني ما بحبش استعبط بقى، احسس نفسي ان انا عامل اللي عليا وانا مقصر، والعكس برضه. يعني ممكن اقول لا تمام، انا كده تمام، الموضوع ده انا عملت فيه اللي عليا، الموضوع ده بايظ، انا مش هكمل فيه. انا بعرف اعمل دي عموما في حياتي يعني. القصه ما دي لا، هي ده مهمه. كده اكتر من همها، انا كده كفايه بعرف اقول ستوب يعني عموما. بالظبط، ما هو النقد الداخلي بتاعنا ده مهم جدا على فكره، جدا. هو مش ملوش قيمه، بس الفكره في البالانس بقى، ان هو يساعدني من غير ما يبهدلني. يعني يساعدني ان انا احط ريفرنسز مناسبه من غير ما تبقى كلها بهدله بقى وسيلف بليمنج، وطول الوقت حاسه ان انا مش محققه اي حاجه، طول الوقت انا وحشه ومش انف وكده. بس يعني هم دول التو بوينتس. بس انا عامه مستمتعه كده كده بالحاجات اللي الناس بتقولها، اللي بتطلعهم من القلق، يعني عشان دي حاجه برضو شخصيه جدا يعني. تمام، والله نورتينا واضفتي للسبيس كتير بجد يا دكتور لا، يارا. يعني والله انت الاضافه. شكرا. ربنا يكبر خاطرك، الف شكر ليك. ماشي، باي. طيب احمد اتفضل. احمد منصور. صباح الخير. صباح النور. يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير ومش قلقانين. يا رب. انا اتفضل. تجربتي الشخصيه، يعني انا كنت دايما اللي هو شخص بقلق على طول، دايما برسم السيناريو السيء، اسوأ سيناريو ممكن، اللي هو زي ما انت كنت حكيت كده، اللي هو يعني نسبة حدوثه مش 85 ومش 15%، لا ده نسبة حدوثه ما تجيش 1%. لغاية ما قررت يعني بمساعدة أحد الأصدقاء إن من فترة أروح لدكتور، بس الكلام ده كان من 5 سنين أو من أكتر من 5 سنين كمان. خدت سنة على ما فكرت أروح، وسنة تانية بعد ما روحت أول مرة، وقعدت 4 سنين بروح بانتظام، يعني من 2018 بروح بانتظام لغاية ما يعتبر خلصت خلاص. الدكتورة قالت لي آخر مرة احنا كده خلاص خلصنا اللي انت كنت جاي عشانه، خلاص كله يعني كله عملناه. فأنا شايف إن يعني كان دايما تقول لي لما أقول لها مثلا خايف من حاجة أو بفكر في حاجة أو دايما حاجة شاغلة تفكيري، إن يعني إيه الحاجة اللي بتخرجك يعني اشغل تفكيرك بحاجة، اللي هو حاجة أنت تركز فيها. فكانت دايما يعني دايما بحكيها إن أنا بحب ألعب استيميشن، فكانت تقول لي لما تلاقي نفسك قلقان كده العب استيميشن، يعني افتح لعبة الاستيميشن والعب. فده اللي كان يعني الاستيميشن دي اللي خرجتني دايما من مود، يعني من مود قلق وكده لفترات طويلة. فكانت دي الحاجة. بس أنا شايفه زي ما كانت علا بتقول، إن فكرة إن الواحد يروح لمتخصص عموما دي أصح حاجة عملتها في حياتي، ودي كانت خطوة. يعني أنا عمري ما عملت حاجة صح بالشكل ده قبل كده، ولا كنت أتخيل إنها تفرق الفرق ده في حياتي بالشكل ده. وفرقت معاك؟ أنا حياتي اتغيرت 180 درجة للأحسن، يعني بقيت شخص تاني مختلف تماما عن ما كنت. طيب ده كويس، ده بيأكد للناس نفس المعنى، وبيأكد للناس إن اللجوء لمتخصص مش حاجة عيب ومش حاجة تقلل منك، بالعكس ده علم. وفي نفس الوقت برضه هي مدارس. يعني انت ممكن تجرب الرياضه، ممكن تجرب الفضفضه، ممكن تجرب كل الحاجات اللي الناس كانت بتقولها نهار طول سبيس، وتلاقي نفسك برضه مش مرتاح. فوقتها بيبقى عندك الخيار بتاع اللجوء لحد متخصص. يعني زي ما في ناس بتلاقي اجابه اسئلتها و... 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 وزرار التوقف للوش اللي بيزن في الدماغ، في ناس تانية ما بيجيبش ده معاهم نتيجة يعني. فوقتها يبقى فعلا اللجوء لمتخصص هو أنسب حل يعني. وأنت تاني واحد النهارده يدخل معانا بعد علا ويقول إن اللجوء المتخصص فرق معايا. يعني علا في 3 شهور وأنت في قد إيه؟ أنا في يعتبر في 4 سنين، هي مدة طويلة، بس يعني كان برضو يعني الحاجات اللي كنت رايح عشانها كانت كتير قوي. وبصراحة أنا من الناس اللي حظي حلو، إن يعني
من اول مره دايما بوصل لحد كويس. يعني انا اول مره رحت لحد كان كويس، قعدت معاه فتره، قال لي انا مش هقدر اكمل معاك، فانت محتاج حد يشتغل معاك باسلوب تاني. ورحت لحد تاني وفعلا اشتغلت معايا، يعني فرقت معايا كتير. فده يعني ده حظ تماما، انا يعني مش شطاره مني. طب فدي خلينا حاجه نسمع يعني. تعقيب قاسم عايز يعقب على حاجه انت بتقولها. اتفضل يا قاسم. لا، هو مش تعقيب قد ما هي، بس عشان تذكرت دلوقتي عدد الناس اللي مرت بتجربة الثيرابي. فأنا بس في الأول عايز أشكر علا جدا جدا على إن هي أشارت للموضوع ده. وعايز أقول إن أنا كمان يعني أنا كمان الثيرابي عديت بالتجربة. برضو كان من فترة كبيرة جدا. ابتديت في أكتر من حاجة، يعني مشيت في أكتر من مسار. ومرات دكاترة ما كانوش بيعجبوني فكنت باسيبهم لحد ما استقريت على حد. وشايف إنه ده كان أحسن استثمار أنا استثمرت فيه. حتى لما أنت كنت بتتكلم على السعر كنت عايز أقول الحتة دي. آم، مش هقول ان هو رخيص، يعني مش ده المكان ولا الوقت اللي نتكلم فيه على رخيص ولا غالي. بس انا متأكد ان كل فلوس هتحطها في الموضوع ده هترجع عليك بنفع كبير جدا جدا جدا. احسن كتير من مثلا من خروجات او من لبس او من اكل او الكلام ده كله. فدي كانت النقطة بس اللي انا كنت عايز اكد عليها، انه انا كمان الثيرابي فرق في حياتي جدا. في اوقات كانت صعبه، انا فعلا ما كنتش عارف اعمل فيها ايه. يعني كنت حاسس ان انا ضايع. وفعلا موضوع الثيرابي فرق معايا جدا. للاسف هو الموضوع مش بالسهوله اللي هي بتاعت ان انا هروح لدكتور فهيديني دواء فهمشي عليه وخلاص كده الموضوع هيخلص. هو فعلا الموضوع رحله طويله شويه، بس هي فعلا تستحق. وهتوصلك لنتيجه كويسه. وانس ان انت توصل لدكتور مناسب ليك او حد تقدر ترتاح معاه. واللي بيعملوه في الثيرابي برضو يعني بسرعة جدا، اللي بيعملوه في الثيرابي ان هو مش بيقول لك الباب اهو، او مش بيقول لك مثلا الحل اهو، او خد المفتاح او خد دواء. هو كل اللي بيعمله ان هو بيوجه تفكيرك. بدل ما تبقى بتفكر في اماكن غلط، هو بيوجه تفكيرك لاماكن صح. بس يعني بيقفل لك الابواب الغلط وبيسيبك انت تفضل ماشي، وانت اللي بتلاقي الاجابات بنفسك. فانت اللي بتقدر ان انت تحل المشاكل اللي عندك ايا كانت هي ايه. كل بس اللي هو بيعمله ان هو بيقفل لك الابواب الغلط اللي انت بتفكر فيها. فالتجربه فعلا تستحق. ويعني ضفني للناس اللي قالت الثيرابي. طيب شكرا يا قاسم. طيب ناخد سهيلة. اتفضلي يا سهيلة. ازي حضرتك؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. هو انا كنت هقول كلام كتير بس هم قالوه، بس اكتر حاجه يعني اللي هو انا بقعد اتكلم مع نفسي، يعني بقعد انا عارف ان انا بكلم حد، بقعد اقول طب انتي فاكره الحاجات اللي انتي عديتي بيها، فاكره الموقف ده عملتي فيه، وبفضل اقول طب ايه اللي ممكن يحصل، يعني مثلا لو حصل كده ايه اللي هيحصل، يعني ما عادي، ما انت عديت حاجات كتير وهتعدي. بفضل اكلمني كتير كده. وبعدين ساعات باكل حاجه حلوه، ما حدش اكل خالص، ما مسدوده، بس انا باكل يعني. يعني بعمل حاجات اللي بحبها، بفضل اهدي نفسي كده واكل حاجه بحبها. واوقات ما بيظبطش يعني، اوقات ببقى خلاص لا انا مش قادره، بفضل بقى اشغل نفسي في اي حاجه. اغلب الوقت اصلا ونفسي مش قادره. اغلب الوقت ببقى بتفرج بالليل، مش يعني مثلا النهار ببقى عامله حاجات فمش بفكر في حاجه، فبقوم بقى اعمل اي حاجه. مره متوتره طلعت الخضار في الثلاجه كلها وقعدت اقشر واعمل، عملت برطمان مخلل. تاني يوم ماما زعقت لي، بس اللي هو خرجت نفسي من اللي هو التفكير. بقى ببقى متوتره وانا برجع مثلا عندي امتحان او حاجه، انا اصلا ببقى متوتره قوي، ممكن ابقى حله واطلع اقول لاصحابي ده انا سبته وهسقط، وببقى عارفه اللي هو بوزع طاقه سلبيه. بجيب بقى حاجة بحبها، بجيب شوكليت أو بجيب عصير، بقعد أهدي نفسي كده وأقعد أكلم ماما في التليفون. مش بقول لها، مش بشتكي لها، مش بالناس اللي هي ممكن لما تبقى متوترة تتكلم مع حد كده، لأ خالص. مثلا بقعد أتكلم معاها في أي حاجة، اللي هو أحس إنها موجودة فأنا بهدى بس.
ربنا يخليها لك يا رب يا سهيلة ويبعد عنك كل قلق. شكرا جدا. مين؟ صباح الخير. صباح النور. طبعا أنا متوترة جدا. يا محسن الصدف. لا يعني بجد أول ما خلاص أنا هدخل أتكلم بقى توترت قوي، اللي هو لا أنا هجري تاني، مش عايزة، شكرا. أنا كنت عايزة أدخل كذا سبيس قبل كده، بس يعني خوفي وتوتري بيقول لي لا ما تدخليش، بس أنا لما جيت لقيت موضوع النهاردة عام بتاع، فلا ندخل نتكلم. هو أنا مش بصراحة ما وصلتش لحل، هو أنا على طول متوترة وعلى طول بهرب من كل حاجة، بهرب من التجمعات، بهرب من الناس، على طول قلقانة، بفكر كتير. جيت كان عندي الحل الوحيد بتاعي النوم، وإن أنا أنام فخلاص أنا هصحى تمام. بقى عندي أرق رهيب إن أنا ما بقتش بنام، قاعدة على طول كده بفكر. كليتي زي فنون جميلة، فرسم ومشاريع وشغل. جيت من كتر ما أنا خلاص أنا عايزة أهرب من كل حاجة، فما بقتش بعمل، ما بقتش برسم، ما بقتش الشغل بتاعي كله خلاص. رحت للدكتور عشان كان عندي مشاكل كتير، فكان من ضمنهم ان انا عندي اكتئاب حاد وشخصية حدية. عندي حب تملك، فحب التملك خلاني انا عايزة الشخص اللي معايا ده بتاعي انا بس، وجوايا قلق رهيب وتوتر رهيب ان هو يبعد عني، وفعلا في اخر الموضوع خالص بيبعد. وببقى انا كل اللي انا عملته ان انا خليت الشخص ده من كتر ما انا متمسكة قوي تعب ومشي. وانا كنت مخطوبة وفركشت بسبب الحوار ده، وبسبب ان انا مش متخيلة ان انا هدخل في علاقة وهتجوز. اللي هو لا، الحوار مرعب، انا مش عايزة. كان ليا صحاب وبرضو بيجوا بعد فترة من كتر تعلقي الرهيب بيبعدوا، وبرجع اقعد الوم في نفسي. طب هو انا القلق بتاعي ان هم هيمشوا هو اللي وصلني لكده، ولا ده ايه؟ انا مش عارفة. باجي بقعد الوم عليهم، طب هم مش فاهميني، وبعد كده برجع اقول انا اصلا مش فاهمة نفسي او مش عارفة اتعامل مع نفسي. فمش يعني ما لقيتش حل بصراحة. حتى المزيكا والأغاني كانت نوعا ما يعني بتساعد، بقت عادي، بقيت بسمعها على مدار اليوم ومفيش أي حاجة. حتى النوم، حتى الخروج، إن أنا أقابل ناس، ما بقى جوايا كده رهبة بإن أنا مش عايزة أقابل حد، ومش عايزة أتعامل مع حد، ومش عايزة أمسك الفون حتى، ومش عايزة أقلب في حاجة. كذا حد قال هنا إن تويتر يعني الحاجة الوحيدة المنفذ اللي بيكتبوا فيه. أنا كنت كده، بس لما لقيت إن ناس بقى بتقرا ولايكات ومش عارفة إيه، رحت سايبة تويتر ده خالص وعاملة تويتر تاني محدش يعرف عنه أي حاجة، علشان بس أكتب عليه، أكتب اللي مضايقني، أكتب أي حاجة أنا عايزة أكتبها. لما باجي أتكلم مع حد، مؤخرا بقى بقيت إن أنا مش عدت لاقي حد أتكلم معاه خالص، والناس اللي موجودة حواليا لما باجي أتكلم معاهم أنا مش عايزة حلول. يعني أنا مش عايزة حد كل ما أتكلم معاه وأعيط وأشكي يقعد يقول لي إيه معلش وهتعدي وهتبقي كويسة، وأنا مريت بنفس التجربة. لا يا جماعة، أنا مش عايزة حد يقول لي أنا مريت بنفس التجربة، على قد ما أنا عايزة حد يسمعني بس. يعني أنا لحد دلوقتي ما وصلتش لحل بصراحة. طب انتي ما فيش حد من اللي كانوا موجودين النهارده وسمعتيهم من اول سبيس رأيه مثلا حسيتي ان هو ممكن يكون حل؟ كلها يعني كلها حلول وقتية، كلها حل أنا ممكن أعمله. ده أنا بنزل جيم وبسمع مزيكا، برسم، بس كل ده باجي أعمله وبرضو أنا جوايا قلقان، جوايا هروب بإن أنا لأ، أنا هسيب الرسمة بتاعتي دلوقتي هكملك بكرة. أنا هنزل الجيم مش عايزة أتعامل مع ناس، يعني أنا هنزل هتمرن على السريع وأروح. مش يعني ما لقيتش حلول تفيدني على قد ما هي حلول فعلا واقعية وبتساعد، بس تفيدني أنا كتولين لا خالص.
طيب بالنسبه للي بيقولوا المتخصص دي ما شفتوش برضو ان هو حل؟ كان في الأول خالص لما بدأت آخد أدوية وتمام. كان في الأول بدأت نوعا ما إن أنا القلق بتاعي يقل، وإن أنا الخوف من الناس والخوف من المجتمع والخوف من كل حاجة يقل وأبقى تمام، وحب التملك بتاعي أعرف أتعامل معاه. بعدين جيت بعد فترة لقيت إن أنا رجعت تاني لنفس الحوار، اللي هو أنا مش عارفة أتعامل مع أي حد خالص، حتى الدكتور بطلت أروح، يعني من كتر ما أنا مش عايزة أنزل، أنا مش عايزة أتحرك، عايزة أفضل قاعدة في أوضتي قافلة على نفسي ما أتعاملش مع حد خالص. بس طيب خليني اقول لك، انا مش عايز ابقى محبط يعني، مش عايز ابقى بقول كلام مش متخصص، بس انا دايما انا بطبيعتي كانسان بثق جدا جدا في العلم. انا واحد من المؤمنين جدا بالعلم، وبان العلم ده ربنا خلقه ويسره وسخره علشان يكون فيه الاجابات لمعظم الحاجات اللي ممكن العقل لوحده او الكلام بتاع الناس اللي ده ما يحلهوش. ف انا شايف ان اللي بيقوله متخصص محتاج فرصه تانية خلاص. وبعد كده نقدر نحكم، لان جايز يعني انا ما اعرفش انت سمعتي ولا لا، يعني كان برضو كان احمد كان معانا من شويه بيقول ان هو لجأ لحد متخصص، وبعد كده الحد المتخصص قال له انت حلك مش عندي، انت محتاج حد يبقى معاه بشكل مختلف، وتنقل يعني من كذا حد لغايه ما في الاخر استقر على حد كان حلله الموضوع، او هو خلاص حس بقى براحه معاه يعني. فهي الفكره في كده، هو مش دايما ان انت هتروحي لواحد فهتلاقيه مناسب، او لا عادي عندي خلي دايما عن احنا في مصر مش في سويسرا، فخلي عندك دايما هامش كده من ان واحد يقلش او الاولاني يقلش او كده، وان انا اكمل واشوف حد غيره. يعني ايه المشكله؟ هشوف واحد تاني، اشوف واحد تالت. يعني انا شايف ده. وممكن كمان يعني اقول لك يعني انا مش عايز برضه ابقى يعني ب... ب... بفرض عليكي حاجه، بس يعني انا شايف من وجهه نظري حسيت كده برضه انه ممكن يكون في اجابه للاسئله اللي عندك عند الدكتوره يارا اسامه بشكل او باخر. كانت معانا النهارده في السبيس، تقدري تدوري على الاكونت بتاعها بالعربي يارا اسامه. علا رضوان برضو اتكلمت عن عن موقع شيزلونج، وهو موقع عبقري بصراحه، عبقري بجد يعني. وهي حتى كمان في فوق في التويتس المثبته هتلاقيها فوق في السبيس كده من فوق، هتلاقي اللينك بتاع الابلكيشن بتاع شيزلونج. ادخلي جربي وجربي يعني، جربي وشوفي ولو ارتحتي كملي، لو ما ارتحتيش ما تكمليش، ممكن تاخدي كمان الموضوع بالتدريج يعني. ادخلي على موقع شيزلونج وبصي على الدكاتره المتاحين واقري عنهم واسمعي عنهم، والموضوع يعني فلوسه مش كتير خالص خالص، في سبيل برضه زي ما قاسم كان بيقول من شويه، انت بتكسب في الاخر راحتك النفسيه، ودي اهم من اي حاجه، اهم من اي خروجه، اهم من اي لبس، أكيد اهم طبعا. من اي اكله. فانت بتقولي الكلام بتاع الناس ما بيأثرش معاكي خلاص، او ما بيأثرش خلاص، خلينا نجرب نلجأ لواحد متخصص، نلجأ لحد تاني متخصص. وزي ما بقول لك احنا في مصر والله مش دايما يعني مش دايما ربنا بيوقعنا من اول مره في حد مناسب 100% يعني، ممكن نتخبط مره واتنين يعني، بس في الاخر. وخلي بالك من حاجه برضو، هي تفصيله ممكن تبان عبيطه بس هي انا شايف ان هي مهمه يعني. التخصص ده مش هتلاقي فيه لعب كتير، او مش هتلاقي فيه حيره كتير. يعني متهيالي الواحد لما بيشوف ان انا يكفيني ان انا اقرا مثلا من ناس عاديه كلام كويس عن شخص متخصص واحد او اتنين او تلاته. واحنا كنا هنا على فكره بالمناسبه يعني من فتره، يعني كنت انا كاتب تويت كده هو كان فيها ملف وورد في ناس كتير جدا، يعني الناس مرشحاهم متخصصين اللي بيعالجوا حالات كده. كانت لسته طويله قوي يعني، فيها حوالي مش عارف 35 ولا 40 واحد، دول خلاصه تجارب الناس وخلاصه اللي الناس وكلهم ناس اتجربوا، كلهم ناس اتجربوا. فممكن برضه اعمل لها ريتويت ودلوقتي وتبصي برضه عليها وتشوفي مين الاقرب لمحافظتك. ففي الاول وفي الاخر تبين هي نفسك، مفيش حد هيسعى ان هو يحطها على الطريق الصح قدك، وده هدف يستحق التعب، ويستحق ان انا ادور، ويستحق ان انا ابحث يعني. شكرا جدا. شكرا ليك، شكرا ليك. طيب
انا يعني نفسي ان السبيس يكمل اكتر من كده، واحنا لو كملنا على فكره ممكن نكمل لغايه الصبح. يعني انا مؤمن ان احنا لو حبينا نكمل نقدر نكمل لحد الصبح، وكميه الناس الجميله المشاركه، وكميه ال الافكار اللي بتتفتح كلها حلوه وتخلينا نقدر نكمل لغايه الصبح. بس يعني هستأذنكم نكتفي لظروف خاصه والله، نكتفي بالساعتين دول، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه نكمل تاني سبيس في اقرب وقت. انا مبسوط كل الناس اللي شاركت النهارده، يعني فعلا من المرات برضو كل مره بقول كده، بس هو والله كل مره فعلا الواحد بيبقى حاسس ده. مفيش حد النهارده قال حاجه قلشت، مفيش حد النهارده قال حاجه جلت. كل الناس النهارده اللي شاركوا بحاجات عظيمه جدا وملهمه جدا. كنت اتمنى ان يكون في فرصه الواحد ياخد سكرين شوت كده من الرسائل اللي موجوده على الانبوكس عشان اوريكم مدى كل واحد فيكم بيدخل بيعمل تعليق وبيحكي حاجه او بيقول موضوع، بتيجي على اسمه على الانبوكس كميه رسائل لا تتخيلوها والله. كلكم كل اللي شاركوا النهارده، سواء اول مره يشاركوا او ناس بيشاركوا معانا على طول، رسائل ناس بتقول ايوه انا كده، انا زيك، انا زيك، الله ينور، ارجوك وصل له تحياتي، ارجوك ايوه اقول له ده كلامه بسطني جدا. كلام كله اشاده 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 اشاده. معنى كده ان مفيش حد فيكم ناس بتتكلم من قلبها، واللي بيتكلم من القلب وبيخرج من القلب بيوصل كلامه للقلب من غير وسيط. فمدين ليكم بالشكر. وعايز اقول حاجه تانية برضو، لو ربنا كاتب للسبيس ده ان هو يكون ناجح وواصل لناس، فهو بسببكم انتوا بعد ربنا فقط لا غير. لا شطاره هوست ولا فزلكه اختيار عناوين خالص. انتوا الناس هي اللي بتنجح اي حاجه، انتوا اللي بتنجحوا اي حاجه. كل واحد موجود في السبيس هو جزء من نجاح السبيس، وهو سبب رئيسي ربنا جعله سبب عشان السبيس ده ينجح ويكون له الصدى اللي هو ليه يعني. انا بشكركم جدا، مهما شكرتكم مش هقدر اوفي. مديون وممتن ليكم كلكم بالمشاركه، وممتن ليكم كلكم بالانصات وبالاراء بتاعتكم وبوقتكم قبل ده كله، وباخلاصكم للسبيس وللكلام بتاعكم الحلو اللي بتقولوه في النص. شكرا جدا ليكم كلكم، وربنا رب يبعد عنكم كل قلق، ونتقابل ان شاء الله قريب في سبيس جديد. تصبحوا على خير.